توكلنا على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. انا فاتحه الفيجما من خلال الابلكيشن النهارده، مش من خلال الويب سايت، كتجربه بس مختلفه يعني. وفاتحاها كده باكونت تاني. فطب انا عايزه اضيف الاكونت اللي احنا شغالين بيه، ما احنا ممكن نبقى عاملين اكتر من اكونت. الناس اللي اول مره الفيجما ده الابلكيشن اللي احنا بنبدا نعمل عليه الديزاين، اللي بعد كده هناخد الديزاين ده نعمل له كود. بس ميزته ان هو مش مجرد صوره ثابته، ده حاجه بقدر اعمل عليها محاكاه، وادوس على حاجه تروح على حاجه، اشوف انيميشن، اشوف سلايدنج، اشوف اي حاجه من الحاجات دي. فانا عشان اعمل ده محتاجه برنامج احسن شويه من الفوتوشوب او من الستريتور. مش عشان هما وحشين، عشان هما صوره ثابته. فانا محتاجه حاجه تبدا اقول له ان انا ادوس على اباوت توديني على صفحه، ادوس على بورتفوليو توديني الشغل بتاعنا، ادوس على شكل البلان تفتحها لي كبيره، ادوس على شكل السكشن تفتحها لي كبيره، وهكذا. فانا عشان اقدر اعمل ده كويس ظهر برنامجين، واحد تبع شركه ادوب اللي هو الاكس دي، وواحد تاني فري اللي هو الفيجما. طبعا الاكس دي بما انه لايسنس وحوارات وكده، فالناس بدات تتجه للبرنامج التاني اللي هو الفيجما، خصوصا ان فيه فيتشرز كتيره. وهو البرنامج اوبن سورس وفري. كريكاب سريع بينزل ازاي، تفاصيله ازاي، الكلام ده كله، عشان ما تحسش ان انت مستك، عشان حتى واحنا بنجرب تيجي تجرب هنا مكاني مثلا ولا حاجه. تمام. لو انت عايزه في فايرفوكس او في اي ابلكيشن من الابلكيشنز التانية، لو بس كتبت كده فيجما، انا بكتب بس فيجما داونلود عشان هو مسجل، هيدخلك على الويب سايت بتاع الفيجما نفسه. الفيجما ابلكيشن بينزل على ويندوز، بينزل على ماك، اي حاجه من الحاجات اللي انت عايز تشتغل بيها. اهو هتلاقي عندك، بص وانت شايفني كده اهو، يا اما هينزل على ويندوز او على ماك، هيبقى زي اللي انا لسه فاتحاه اهو دلوقتي واحنا واقفين. يا اما هتبدا تشتغل في الفيرجن اللي انت شغال فيه اللي هو الاونلاين. طب انا مش عايزه كده وعايزه اشتغل في فيرجن اونلاين واحنا واقفين، هتعمل ايه؟ هتلاقي يا دوبك عندك وانت واقف، اول ما بتبدا تقول له لوجن بيبدا يشتغل. تمام. اول ما بتقول له لوجن بيبدا يوديك على الشاشه ويبدا يشتغل في الداشبورد. الفيرجن اللي انت بتبقى شغال بيه على البراوزر حلو وجميل وكل حاجه. صباح الفل، عامل ايه، اخبارك ايه، كله تمام، كل سنه وانت طيب. انا اسفه بان انت واقف، ممكن تقفل لنا النور؟ ممكن تقفل النور عشان انا حاسه البتاعه دي في لمبه في عيني كده. عادي، ماشي، شكرا. تمام. فبيبدا يدخل معاك. بصيت على السيشنز ولا دي لسه اول مره بنستفتح؟ بشكل مادة تانية وبعدين ماشي، الحمد لله على السلامة. السيشن اللي فاتت ريكورد. ماشي. هتلاقي خالد بيقول لك لا كنت خليتك مسجلها، تلاقيها احلى بس. نعم. كله حاجة، كلهم حاجات خفيفة جدا. ماشي. فهيشتغل اونلاين. عيب الفيرجنز اللي بتبقى على البراوزر ان هي براوزر بيزد، يعني اي مشكله كده بتحصل على البراوزر احنا لبسنا فيه. اي شورت كات حصل على الفايرفوكس تلاقيه مثلا ساعات يعني سمع هنا سمع هنا. عندي مثلا اي كراش بيحصل على البراوزر انا مسكت فيه، ما هو على البراوزر مثلا، وهكذا. على عكس طبعا الفيرجنز اللي بتبقى لوكال وبتبقى موجوده. ماشي. الاثنين لازم تبقى عامل ساين ان، لازم يبقى عندك ميل ولازم تبقى عامل ساين ان. ما لهاش اوبشن، يعني لازم عندنا كونكشن طول الوقت. ودي انا بحسها نسبيا من عيوب الفيجما، ان انا لو قاعده في مكان ما فيهوش كونكشن انا مش هشتغل. ما فيش الكلام ده كله، حتى لو انا لوكال، حتى لو انا لوكال، لان هو بيمبلمنت الحاجه بالميل بتاعه، فما بينفعش. ماشي. انا بقول من باب التجربه، يلا نجرب كده، لو احنا اشتغلنا على الفيرجن اللوكال بتاعنا هيحصل ايه اهو. انا فاتحه باكونت تاني خالص. تمام. طبعا كل مره بيبقى كيوت، بيرجع يقول لك ان احنا بيبقى عندنا ابديتس كتيره. يعني الابديتس ما بتاخدش دقيقتين تلاته وانتوا شغالين. برضو عشان الناس اللي اول مره، كنت نصحت الناس حتى في الريكورد اللي فات ان وانتوا شغالين اعملوا ميل جديد، بلاش البيرسونال ميل بتاع كل حاجه ده. ده مش حاجه كويسه. لان احنا البروجكتس اول ما بتدخل بيأكسس الميل، فنخلي الميل بتاع البروجكتس وبتاع الحاجات دي كلها. وان شاء الله اللي فيكم بقى بيعمل حاجه لنفسه، احنا هدف الماده انك بتعمل بورتفوليو لنفسك، بتعرض فيه برزنتيشن لمشروع التخرج، اي حاجه تانية وهكذا. فتبقى الحاجه خاصه بالموضوع ده كله. لو انا دلوقتي داخله بميل تاني غير بتاعي وعايزه احط بتاعي، هتلاقي من هنا اد اكونت. اد اكونت هيفتح البراوزر ويسمح لحضرتك ان انت تشوف اي جيميل اكونت تاني انت بتبقى شغال بيه. تمام. انا بقى مش ان شاء الله، ان شاء الله اي اي اس تي ام تي. الناس اللي شافت ممكن تبقى هي فاكره اكتر مني. اعتقد كان فيها دوت ولا ما كانش فيها، مش عارفه، ما انا مش مسيفه لا تصدقوا، لا ثواني. اه ده مختلف خالص. بي ار
EASTMT. حلو كده. ماشي. ايه ده ماله طويل كده؟ من امتى انا بعمل حاجه كده؟ هتلاقي التانيين بقى خلصوا. بس انا يعني ساعات بيقول لي ان انا خلاص ريتش ذا ماكس. بسم الله الرحمن الرحيم. سيف. لا مش ريسيت بس. ندخل تاني. لا ما انا دي بالذات رجعتها عشان انا ناسيها. EASTMT. وكلهم لازقين في بعض. لا. جرب تاني معلش. انا ما كنتش يوميا فاتحة من على الجهاز ده. توكلنا على الله. خلاص اهو ان شاء الله. حلو هتلاقيه اهو دخل. المرة اللي فاتت كنا بنتكلم في بداية الابليكيشنز، او احنا بس يا دوبك شغالين كده ايه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم. لو انا عايزة ابدأ اعمل بداية البورتفوليو بتاعي او الشكل بتاعي لازم يبقى عندي زي كفر بيج او الشكل الاولي للبروجكت بتاعي. والمفروض ان حضراتكم تبقوا عملتوا نفس الحاجة، ونشوف بقى هنرفعها ولا المفروض توروها لي على الاجهزة. احنا لازم لابتوب مع الاسف. شكلك شطور جايب اللابتوب معاك. ماشي عشان احنا هنفضل قاعدين في هذا المكان. طول الوقت لازم يبقى معانا جهازنا والكونكشن كويس ظريف يعني مش بطال. اول ما بتبدا تدوس على البروجكت بتاعك بيحولك على التابه اللي فيها الصفحات بتاعتك. هي سهله جدا، هي اقرب لاي برنامج من برامج ادوب وهم شغالين فيها. منقسمه كركاب برضو لثلاث اجزاء. الجزء اللي بيبقى فيه اللايرز والبيجز والتفاصيل بتاعتنا، والجزء اللي بيبقى تحت اللي بيبقى فيه الموف تول والريكتانجل وكل التفاصيل اللي انا محتاجة استعملها اثناء الصفحة او شغلي في الصفحة، والجزء اللي على اليمين اللي بيبقى فيه الانسبكتور او البروبرتيز بتاعت اي حاجة بختارها. المرة اللي فاتت واحنا شغالين اهو انا افترضت ان انا جبت اي مجموعة لونية وقعدت اشتغل بيها وعملت كده زي اي دروبر عشان اسيف حاجة اسمها كولر ستايل. ودي من اهم الحاجات اللي موجودة في البرامج. واستعنت بده بالبرامج اللي احنا شغالين بيها. لو احنا بنعمل مثلا راينو او ماكس او كده. فكره الكالر ستايل زي فكره الماتيريال جلوبال يعني. يعني انت لو بتغير في حاجه واحده يقوم هو مغير في كل الحاجات اللي واخده نفس ذات الماتيريال. فهي هتبقى بنفس الفكره. فهي الموضوع ظريف جدا. وكذلك في التكستينج اللي انا هعمل فيها كده ان شاء الله. فانا المره اللي فاتت ما عملتش كده في التكست، اكتفيت بس بالشكل ده، كانت حاجه بسيطه. وقلت لكم وانتوا شغالين ان عندكم عدد من البيجز بما اننا قلنا ان احنا ستودنت فيرجن. فهو مع الاسف كانوا بيبقوا ثلاثه فيرجنز بس من البروجكت واحنا فيه. لو انت شغال درافت بيبقوا ممكن اكتر من كده شويه. هنبقى نشوف بعد كده نعمل فيهم ايه. الصفحة الأساسية اللي بيبقى فيها الكفر بيج اللي احنا قلناها، وقلنا مبدئيا لو احنا لسه معناش صور المشاريع بتاعتنا أو التفاصيل بتاعتنا فهنبدأ نجيب دامي ايمجز. وأنا رحت في جوجل وجبت صورة زي دي اللي هي اسمها بليس هولدر ايمج وحطيتها عندي. تمام حلو قوي. وجيت بعد كده قلت لك ان هيبقى عندنا جزء اسمه ريسورسز تبدأ تجيب فيه لو انتم محتاجين تحطوا اي صور. ودي كانت باليتة لونية لو افترضنا ان احنا شغالين بيها. اول ما بشتغل المفروض انا ببالي عامله كده اناليسز انا عايزه اعمل ايه. انا عايزه اشتغل بروجكت. البروجكت ده يكون عباره عن ماي بورتفوليو. هرص فيه البروجكتس بتاعتي واحط فيه البلان والسكاشن والتفاصيل بتاعتها، وهكتب عن نفسي عشان لو جالي تاسكايه لو جالي شغلانه وهكذا.
يبقى لازم ابقى عارفه المعايير الاساسيه اللي انا طول الوقت ابقى شغاله بيها، ومنه هروح على الصفحه الثانيه اللي خلاص كده الصفحه اللي اسمها كفر بيج دي خلص دورها معايا. اروح على الصفحه اللي اسمها يو اي او اللي اسمها واير فريم وانا شغاله. لو الناس بيضايقها اللون الفاتح ده الى حد كبير، حضرتك ممكن تقف هنا وهتلاقي عندك، وانت واقف في preferences هتلاقي ثيم. انا ساعات بقول له سيستم ثيم، فتلاقيه على المغرب بيغير كده وبعد الفجر يرجع يبقى فاتح. جس الويندوز لازم لايسنس في الموضوع ده، مش عارف. تمام. لو قلت له دارك تلاقي الشاشه هي كلها احمر. انتوا ايه الاريح لعينيكم دلوقتي؟ الدارك. طيب. طب الحته اللي جوه، الحته اللي جوه جزء من البيج ما اتغيرش، بس عبيطه بقى، تغير منين؟ شايف بيج اهي؟ يعني طول ما هو مش selected anything اهو. فممكن تقف اهو من هنا وتبدا تغير، ما تخليهاش سودا قوي يعني، خليها دوبك كده بس غامقه سيكه. مش محمر اكيد كده بس. ليه؟ لان هو بيكتب تايتل كده لكل حاجه فما تتعسفش. فتخليها كده درجه بس جراي، بس ما تسودهاش كده، عشان لو استعملت لون اسود او الوان غامقه تبقى شيك. فبس خليها غامقه كده شويه صغننه. حلو حلو. ايه الفرق ما بين حاجه هنا اسمها يو اي وما بين حاجه اسمها واير فريم؟ انا واقفه كده في الكرييشن بتاعي كاتباها او في التفاصيل بتاعتي كاتباها. الواير فريم هي السكتشات اللي احنا بنعملها، اللي هي المفروض احنا زي ما نكون بنرسمها على ايدينا. وبقى يعني انا اعتقد ان طموحاتي هتعلى بقى معاك في الحاجات دي، لان المفروض احنا مهريين سكتشات من يوم ما دخلنا الكليه سكتشات، من يوم ما جينا الكليه عملنا سكتشات وهكذا. نفس الفكره. وعلى فكره السكتشات لما بتبقى مانيوال بتبقى احسن كتير من كونها على الجهاز. يعني يا ريت يبقى معانا كراسه زي الكراسه اللي هي المربعات بتاعت المدرسه، فاكرينها؟ اللي كان في فرنسي زي كراسة الفرنسي كده بتاعت المدرسة مربعات، أو كراسة الرسم البياني اللي هي كانت الأورانج دي. كراسات المربعات. الكراسات دي عايزينها ليه بقى؟ لأن دي الجريد بتاعتنا اللي احنا بنبقى طول الوقت شغالين بيها. يعني لو انت بس كده بتتفسح شوية في أي براوزر وكتبت كده من هنا واير فريم سكتشز، هتشوف ناس بروفيشنال كتير بص بيرسموا السكتشز بإيديهم، وبيرسموا كمان تحول الصفحات من واحدة لواحدة بإيديهم. فده هيفرق معاكم جدا. ماشي. وانا بكلمك كيو اي ما قلتلكش اعمل لي اناليسز وقول لي التوب 10 بتاعت التوبيك ده ايه والحاجات دي هتشتغل ازاي وتفاصيلها، انا ما قلتش كده خالص. انا كل اللي بقول لك ان احنا عجبنا ديزاين بتاع حاجات بورتفوليو معينه. تمام. انا كل اللي قلته ان احنا عندنا ديزاين بتاع حتت معينه واحنا شغالين بيها. فالحاجات اللي احنا بس طول الوقت كده واحنا بنجرب بيها انا عايزه ارسمها بايد، ببقى شايفاها اهو، فتظهر اشكال الواير فريمز الكتيره اللي احنا بنعملها. انا قلت ويب سايت او موبايل ابلكيشن، هنشوف احنا هنعمل فيهم ايه ايهما. يعني احنا كده كده ان شاء الله ممكن نعمل الاثنين، يعني يبقى الويب سايت بتاعنا ومرفق معاه زي شكل بس موبايل ابلكيشن. الويب سايت بس هو اللي ممكن نعمل له عمليه الكودينج، وهو اللي نبدا نشوف ازاي هنبدا نكتبه بقى عشان يطلع بالشكل بتاعنا. احنا هنكود ما هو ازود ديزاين لازم نبقى عاملين كل حاجه الباكج كلها، والا مش هنفرق حاجه عن حد يا دوبك اخد شكل صوره جاهزه يعني. دي الموضوع بسيط خالص، ماشي، الموضوع مش عظيم يعني. نعم. تاني على صوتك. لا مش كل حاجه في الويب مش معقد خالص. خالص 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 خالص. هنسلم ويب سايت. الويب سايت من الحاجات بتاعت الفيجما اللي احنا عاملينها بلس فايلات HTML و CSS و اشتغل. بسيط عبيط سهل جدا. ماشي. هنمشي فيه ولا واحده واحده هتلاقيه كويس يعني. انا اول مره حتى فتحت الشاشه لحد مش فاكره كانت مين، عارفاها انا بس مش فاكره كانت مين. ماشي. امينه. ماشي. وموضوع سهل يعني. موبايل لا طبعا، ليه؟ لان الموبايل بيحتاج حاجات اسمها فلاتر وديفلوبمنت تولز ثانيه والكلام ده، فدي مش هنعملها اكيد يعني. بس هو از ويب سايت ان انت تقدر تكتب سطرين ثلاثه وتطلع شكلهم، دي مش حاجه صعبه. نوصل بس للشكل ده وبعدين يحلها ربنا. طيب. انا هجيب الاشكال بتاعتي منين؟ بما اننا الكورس بتاعنا مش متخصص في اليو اي او في اليو اكس وفكره الاناليسز وتحديد الاولويات في الكلام ده والكلام ده كله، فاحنا هنبدا از ستارتنج النهارده نشوف ديزاين عجبنا ونعمل زيه بالظبط. ديزاين عجبنا ونعمل زيه بالظبط. حلو كده. لحد ما بعد كده احنا المره اللي وراها هنبقى فهمنا المعايير الاساسيه المكونه لاي موقع واحنا شغالين فيه. فعشان تبص على اي ويب سايت بيبقى فيه حاجات اساسيه موجوده معانا كده طول الوقت.
مفيش ويب سايت مش موجوده فيه. مفيش ويب سايت ما فيهوش لوجو. مفيش ويب سايت ما فيهوش منيو اساسيه موجوده فوق كده. مفيش ويب سايت ما فيهوش فوتر اللي هو الجزء اللي بيبقى السفلي كده من اي حاجه عندنا. الكلام ده مش موجود. لازم طول الوقت الحاجات دي تبقى اساسيه وتبقى موجوده عندنا. طب انا اعمل ايه؟ لازم اتفرج. في توب 10 سوق ممكن تتفرج عليهم، في ويب سايت كتيره عليها سامبلز كتيره ممكن تتفرج عليها. يعني خطلق الخيال لابداعكم في الموضوع ده الى حد ما. ماشي. انا لما عاده بتفرج بحب اجيب حاجه صعبه شويه، فالويب سايت اللي بتبقى بتبيع بتبقى احلى. ومش صعبه التصميم، انتوا هتنقلوا شبهه فانتوا مش خسرانين حاجه. فيجي ويب سايت كده اللي هو اسمه ثيم فورست، عليه حاجات كويسه خالص. ده هننقي منه ديزاين. انا هدفي من الحركه دي ايه؟ اقول لك ازاي الديزاين اللي يعجبك تاخده في الفيلم. ماشي. ايا كان ان شاء الله يو هاف جوجل ات. يعني انا مش قصتي. انا بالنسبه لي ازاي الديزاين اللي اشوفه طويل عريض كبير صغنن يعجب. لو وقفت هنا، الشاشه دي اللي هي بتاعت الثيم فورست دي خلاص بقت معاك. بالمناسبه الناس اللي عايزه الشاشه انا هسيبها لكم كومنتد موجوده عندنا. الملف ده المفروض ان هو شيرد بتوين اس يعني، فمش عارفه هو موجود كان في الكومنتات ولا ايه. بصوا عليه. طب يعني ايه شيرد؟ يعني حضرتك في لينك موجود عندك لما تفتحه يطلع لك كل اللي انا بشتغله. الفيجما اوبن سورس كلنا موجودين مع بعض. لما تدوس على شير اللي هنا، في هنا حاجه اسمها كوبي لينك. تمام. اهو. كلنا دلوقتي ممكن ندخل على هذا الملف ونشوف. يا اما انا هكتب ايميلاتكم يا اما هبعت لكم بالكوبي لينكس دي. اوكي. انا شايفه اني هبعتها لكم كده كوبي لينكس اسهل وخلاص. ماشي. فكوبي لينك ده، اللينك ده هيبقى معانا قبل ما نمشي النهارده. افتكروا ابقى احطها لكم على الكلاس روم مع اللينك بتاع السيشن ان شاء الله. حلو كده. تمام. هاجي بقى هقوم رايحه على سيم فورست اللي انا فيها دي، هكتب اهو بورتفوليو، او تكتب اركتكتشر، او تكتب اللي انت عايزه. اهي بورت، اهي فوليو. ماشي. انا عايزاه ال HTML. لا انا عايزاه في العادي. انا كايمان مش فارق معايا ان انت بعد كده هبقى اقول لك هيفرق ايه في الديزاين. هتلاقي ناس اهم، بص، بني ادمين عاملين اهي اشكال ديزاينز متكوده. خليك HTML عشان تطلع بشكل بسيط الى حد كبير. اي بقى ويب سايت من الويب سايتس اللي انتوا فيها دي اهو هتقدر تدخل عليه يفرجك على شكل سايت معين. البتاع بتاعت الزوم دي ما بتمشيش، ما ينفعش اعمل لها مينيمايز خالص يعني. لازم يا فوق يا تحت يعني اهي. هتلاقي اهو ده واحد مثلا. اول ما هتدوس على لايف فيو هيفتحوا لك سيميوليشن لموقع نفسه. بتقدر تفتحه. نبص كده هو ده مش بيفتح ليه؟ ما عنديش اجابه. نشوف واحد تاني. ده حتى مش سايت اهو. بصوا يعني هو بيبقى فاتح لك السايت. معلش انا هشوف سكرين شوتس ولا فارق معايا. اهو. برضو نفتح واحد تاني. هما غالبا كلهم نفس الايديا بتاعت البورتفوليو بتاعنا. لو احنا عايزين نعمل ماركتينج لاي حاجه عندنا، انا هفتح اهو اي واحد. وانا كنت مجهزه لكم كذا واحد بس انا حابه افتح معاكم لايف عشان تشوفوا ازاي بنعمل له داونلود. انا شغاله فايرفوكس ديفلوبر ايديشن ده الازرق. انتوا ممكن تشتغلوا عادي فايرفوكس اللي هو الاورانج، الفوكس بتاعه اورانج، او تشتغل كروم. مش فارق خالص. كروم فيه اكستنشن كده صغنوني عشان تاخد الديزاين الفيجما هقول لكم عليه. فايرفوكس لا، هو بياخدوا منه فيه. ماشي يا مسهل مع ما اي واحد في دول يفتح. جمال الديزاين مش قصتي النهارده. جمال الديزاين انا مش قصتي النهارده، فانا مش فارق معايا الديزاين حلو ولا وحش. لو انا دلوقتي اهو يلا اكسبلور ديموز نتفرج. دي كلها اشكال سايتس. هو بيبدأ يفرجك فيها. ادي واحد، ادي اتنين، تمام، ادي تلاتة. هما غالبا كلهم شبه بعض. هما فارقين في عمه بس، والتفاصيل دي اي واحد تدوس عليه هيفتح لك شكل الديزاين. بس انتر اكشن شغال اونلاين. فيديو، منيو. شايفين؟ تنزل شكل الماوس بيتغير. حلو. في فيديو، في بار ماشي عمال بيجيب لوجوز، في ديتيلز اهي، في انيميشنز. شايف محاكاة. طب كل ده قبل ما يتحط على اللينك اللي انتوا شايفينه اللي هو ديمو دوت كذا دوت كذا، كان ايه؟ كان عبارة عن صورة الناس بدأت تشتغل عليه.
طب صورة ايه اساسياتها، ايه تفاصيلها، ده اللي احنا هنكسبلوره، او احنا واحنا ماشيين كده نكتشف بقى واحنا واقفين في الفيلم. طب والله كيوت عجبتني. وفي برضه سي لو في ويب سايتس تانية، لو حاجة اهو عايزة اتفرج عليها، ده ممكن يبقى شكله عجبني. زي ما بقول لكم انا مش فارق معايا شكل الديزاين، انا بدور في اي حاجة. اهو لو ده برضه اهو، عيني وانا ببص مش مجرد بتقول الله كيوتي ولا لا، بتاخد بالها من العناصر الأساسية. تواجد لوجو، تواجد منيو مكونة من عنصرين، من 4 عناصر مينيمم واحنا طالعين. حاجة اسمها هيرو سكشن، ودي أول حاجة عندنا، اللي هو الجزء الأول ده، اللي هي بتبقى زي صورة كبيرة أو زي فيديو كبير موجود عليه ويلكم، ازيكم، احنا كذا، احنا بنعمل كذا، وهكذا. ده الجزء اللي في الأول. عادة بتبقى مرفقة يا إما بutton اللي هي تعالى نشوف احنا عايزين نعمل ايه، أو watch a video about us، أو ما فيهاش حاجة explore. وبعد كده يسيبك تنزل تسكرول أهو، فتبدأ بص تتفرج على حاجات. بص بص بص، كل بقى ما تنزل تلاقي أشكال أنيميشن كده. اه بعد كده مقسم، بيبين زي سيرفيسز بيقدمها وكده. على فكرة ده ما يعتبرش من أحسن الحاجات، بس أنا بوريك أهو أشكال. طيب حلو، عجبتني اشكال الويب سايتس دي، اتبسطت بيها، وسي ده او اللي قبله او اي حاجه او ده حتى. وطبعا في اشكال كتير، لو تبصوا انا ما كنتش يعني مهتمه اني بجيب حاجه كويسه اهو. انا مجرد بجيب شويه اشكال، وقفت على تيم فورست، كتبت في السيرش بورتفوليو، قعدت ادعبس، واهم حاجه قلت له لايف فيو ان انا اتفرج عليه. معلش اني بقفل الشاشات عشان مش عايزه دوشه، يعني زحمه ابلكيشنز. اه حلو، بص فيها انيميشن، بص ايه اللي حصل. نفس الفكر اهو. خلاص اول ما دخلت المنيو اللي فوق دي مش معانا، اللي هي اللي فيها انفيتو ماركت دي مش معانا، لان ده الويب سايت اللي انا بشتري منه. ما هو الويب سايتس دي للبيع، احنا بس مجرد بنشوف الديزاين، واحنا مش بنسرق الديزاين او بنعمل حاجه. احنا هنقلد الديزاين اوريدي موجود واحنا عارفين ده، لان احنا لسه بنتعلم. مفيش حد بيتعلم من يلا اقعدوا اخترعوا واعملوا لي شكل ويب سايت، لا طبعا. انا لازم ابقى عارفه المعايير اللي انا وانا شغاله ببقى حطاها عندي، عشان ابدا اعمل الاشكال بتاعتي اهو. شايفين اه، ده مثلا شكل. وانتوا بتنقوا شكل، ودي نصيحه ليكم، انا مش فارق معايا، نقي شكل مليان تفاصيل شويه. يعني ما تنقيش شكل سهل جدا فيخلص في 10 دقائق. طب ما هتتعلم ايه؟ ماده خفيفه ولطيفه، عايزين نتعلم فيها حاجه جديده، بس مجرد تبقى اشكال بس كده. تمام اهو. ده شكل كده اهو ديزاين، بس إيه، مش كيوتي خالص، وحش، هشيله اهو. طب ده شكلها الطنط دي احنا ما فتحناهاش. شايفين؟ ادي واحد اهو، منيو، يعني في لوجو، في منيو، وفي زرار. تمام، هنزل هلاقي زي ما بتقولي الهيرو سكشن كاتب كلمة. بعد كده شكلها حلو، بس هي خسارة مش بتسكرول ان انا بعرض البروجيكتس بتاعتي. شايفين؟ ده بورتفوليو. لازم تسلكت التوبيك اللي انت عايزه. يعني انا وانا بسيرش على بورتفوليو، فالناس بتعرض شغلها، عشان بيبقى لكل توبيك فكر، وبيبقى لكل توبيك كونسبتس معين. او بص يعني بيقول لك هنا لو انت معرفش ايجنسي، الشكل بتاع البروجكت هيبقى عامل ازاي. شايف لو انت ده. اه طب لو عمو الكيوتي ده كل ده لسه بيورينا. هتلاقي الاشكال بتاعتك شايفين، كلهم نفس الفكره اهو. بروجكتس وحاجات، انتوا بقى مين ماليش دعوه، كله بقى واحد عايز يعرف وعايز يعمل ايه. بص بقى في الحاجات دي اه، وادي اهو الشكل بتاعها. طيب هفترض ايا كان الحاجه اللي انا شغالاها ان انا عجبتني ويب سايتس معينه، وانا هعرف اصلا ازاي الويب سايتس حلوه ولا وحشه؟ لازم اشوفها كلها اوفر فيو حته واحده. يعني ايه؟ يعني لازم اشوف الويب سايت كله من اوله لاخره عشان اعرف حلو ولا وحش. ومن هنا يجي دور ان انا عايزه انا اسحب الويب سايت من غير ما يبقى كودينج ويبقى انتراكتيف ويبقى حاجات ويداس ويطلع والكلام ده. عايزه اسحبه صوره ثابته ادخله على الفكره، عشان ابدا اشوف الاستراكشر بتاعه كله حته حته بتفاصيله بلعبه بكل حاجه، اعمل فيه ايه البتاع ده كله وانا شغال. ده يحصل ازاي؟ الموضوع ده يحصل بشكل كيوت وجميل جدا. وحضرتك واقف لو انت شغال زيي يا فايرفوكس او فايرفوكس ديفلوبر ايديشن، هتلاقي عند حضرتك في علامة مقص من فوق من هنا كده، اسمها تيك سكرين شوت. تمام، تيك سكرين شوت.
اهي موجوده فوق عندنا واحنا واقفين. طب انا مش كده، انا كروم، اعمل ايه؟ كروم ما فيهوش هذه الحركه. كروم بنزل عليه اد اون بيعمل كده. يعني ايه اد اون؟ اضافه على الابلكيشن. زمان اول ما، مش عارفه دلوقتي انتوا بتعملوا مثلا كده ولا لا، لما اليوتيوب كنا بنعوز ننزل عليه فيديو كنا بنعمل ايه؟ كنا بننزل اللي هي اسمها فيديو داونلودر دي ولا فيديو ديفلوبر، ام 3 كور دي. دلوقتي طبعا الوضع اتغير، ما بقيناش بنعمل كده. تمام، لكن قبل كده كنا بنعمل كده، فده اسمه بلجن. كمان كام يوم المره الجايه ان شاء الله هقول لك ان في بلجن اسمه رولر، بيجيب مسطره بيقيس كل حته في السايت مقاسها قد ايه، لان ده بمقاسات. بعديها في حاجه اسمها كلر بيكر، وهكذا. النهارده انا عايزه بلجن. لو انا شغاله فايرفوكس انا هقول على كله. لو انا شغاله فايرفوكس يا اما الازرق بتاعي ده اسمه ديفلوبر ايديشن، وده مهم لان ده في الكود مهم. ماشي، ومش تقيل، هو كيوت يعني ممكن تنزلوه عندكم. ماشي، يعني اديتور. باش كلمة اديتور، براوزر بيعرض العناصر اهي. نعم، لا مش لازم خالص، ما بقول لك انا هقول على كله، انا بقول ان ده بيست الحاجات بتاعتنا. ليه؟ عشان كمان بيوصف اشكال الكود بتفاصيل تعليمية. يعني لو انا باجي ابص على حتة معينة، بصرف النظر مش عايزاك تتخض مثلا، فهتلاقي الشكل اللي كاتب فيه الكود بيقول لك الحاجة صح وغلط ليه، مكتوبة ليه، بيقول لك المسافات قد ايه. بص بيمسك العنصر يطلع لك هو كام في كام. ف more descriptions عن اي حاجه واحنا واقفين فيها بشرح اكتر. طب انا مش عاجبني وخلاص انا مبسوطه بالكروم، ماشي يا سيدي خلاص انتوا احرار. انا بقول كله. الشكل الكيوت ده انا في الفايرفوكس سواء اي من الاثنين هعمل ايه؟ لازم اتاكد ان الويب سايت كله حمل. يعني ايه حمل؟ يعني اي انيميشن خلصت اهي، خلاص خلاص مفيش حاجه بتلود. لان في انيميشن بتلود اون سكرول، لما اسكرول تشتغل. لا لازم اخلص، يعني لازم ابقى واقفه في اي ويب سايت والف الف الف فيه لفه واحده كده اهي، وبعد كده اطلع اقعد فوق تاني. اعمل ايه بقى؟ هتلاقي المقص ده اول ما تدوس عليه هيسالك انت عايز الفيزيبل اليمنت بس ولا عايز كل الصفحه بتاعتك. تمام، لا انا هزر، انا عايزه كل الصفحه. هيجي صديقنا الجميل يقول لي انا مش عايزه، انا مش فاكره الاسم. اه عباس، صح صح. هيجي عباس يسألني سؤال كيوتي، يقول لي ما انا كنت اخدتها برنامج البرنت سكرين وخلاص مش هاي ريزوليوشن. لما تدخلها على الفيجما او كده بتفضل لسه صغنوني، فانا مش عايز كده، انا عايزه احجام ابقى فاهمها كويس. فقمت قايله له سيف فول بيج. سيف فول بيج. هتلاقيه بص هيعمل ايه. بص بص. ماشي، انا عندي غالبا معلقه اهو. بص المفروض بص بياخد الصفحه كلها اهو. ما بياخدهاش والله حته بس، هو المفروض اهو بياخدها كلها واحنا واقفين. ممكن يبقى انا عندي معلق وعايز الراستر وانا مش هعمل كده. تمام، ايهما. فانا بقف على الحاجه اللي انا عايزاها وببدا اقول له وانا واقفه سيف فول بيج. انا غالبا من كتر ما كل يوم بقعد اعمل بياخد وقت طويل. المفروض كل الصفحه هتنزل معاك، ما تشغلش بالك ان انا عندي ممكن يبقى حصل في حاجه. طب انا مش كده، انا زي ما انت لسه قايله انا كروم. اعمل ايه؟ هاخد اللينك بس عشان ما اقعدش ادور كتير تاني على كروم، وهفتح كروم. انا عندي جوجل كروم اهو، وهفتح الويب سايت اولا لحد ما ربنا كده يكرمه دلوقتي ويفتح. شايفين انا كل ده لسه ماليش دعوه بالفيجما، انا كل ده باكسبلور فكر انا عايزه اطلعه. او هاجي من هنا كده، ايه كوماند ايه اهو. تمام، وهفتح السايت بتاعي. هستنى بص لما سكرول، بص 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 اخلص الحاجات اللي هي كانت لسه بتلود. شايفين بصوا الحاجات دي بتلود ازاي وهي بتسكرول. لو انت اول مره على كروم مش هتلاقي عندك علامه المقص دي، فمحتاج تنزل اد اون اسمه جو فول بيج. انا منزلاه قاعد عندي هنا. تمام، اسمه جو فول بيج. اد اون هيدخلك كده على صفحه فيها الاد اونز بتاعتك اهو. طب لسه فاتح اهو، اللي هو علامه الكاميرا دي. علامه الكاميرا دي اول ما هتروح هتلاقيه هو بيقول لك اهو add to your application ولا ايه. معلش الشاشه عندي مش فول ريزوليوشن عشان احنا فاتحين البروجيكتور، فواخده من الشاشه اهي. عندك بدل ريموف اكيد اد. ماشي، اول ما هتحطه هيطلع لك هنا كده في حته اسمها extensions اهي.
ده فري كله ما فيهوش حاجه. تمام، حلو كتير اهو. معلش الشاشه عندي عامله سكرول بالعرض، على فكره ده غلط السكرول بالعرض. السكرول بالعرض ده معناه ان الشاشه مش ريسبونسيف، لا تتكيف مع كل المقاسات. ودي مهمتنا ان احنا بنعمل اي ديزاين نبقى بنراعي كل المقاسات، ان الويب سايت لما يفتح على الموبايل ما يبقاش فيه بالعرض، ان الويب سايت لما يفتح على الايباد يبقى مظبوط، لما يبقى لاندسكيب او بورتري بالمعوج يعني او على العدل يبقى شغال كويس، وهكذا. هنشوف طبعا قدام ازاي. حلو كده. طيب بعد ما بينزل اروح افتح السايت كيوتي، هدوس على كلمة اكستنشن، هتلاقي عندك ادي جو فول بيج اهي، هتدوس عليه هيعمل زي بق سمكة كده. بص بص انا ما بعملش حاجة من الماوس، هي بتسكرول اوتوماتيك، بيسحب. شايف؟ مالكش دعوة بيه لحد ما يخلص، هينزل لك الصفحة بتاعتك كلها. ماشي، لو الصفحة فيها ايرور، فيها حتة بايظة، وارد اوريدي تبقى حتة بايظة. لو شغالة تمام خلاص، الصفحة المفروض تنزل كلها. هل انا ما كنتش لوتها كلها؟ كنت لوتها، بس هو واضح ان كان لسه فيها شوية حاجات بتانيميت. ايوه اهو، هتلاقي الصفحة فين اهو، حاططها لك هنا. هتداونلود، نزلها بي ان جي، نزلها زي ما ننزلها باي طريقة اهو. تعالوا نعمل لنفسنا فولدر، بما اننا كل مرة هنبقى بنشتغل على تك 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 هذا المكان. ماشي، هنعمل فولدر عشان ونرفعه كمان بالمرة، هنسميه ارش داش ويب ديزاين. التفاصيل اللي انا بجيبها دي هتتحط دايما في فولدر اسمه assets. التفاصيل اللي انا بجيبها هتتحط دايما في فولدر اسمه assets، اللي هي sources بتاعت زمان. ماشي، ده مش ماتيريال، ده صفر اهي سيف. فبقت الصورة معايا. لما حضرتك تيجي دلوقتي وتجرب تفتح الصورة وتعمل في الصورة زوم ان او تعمل لها اي حاجة، شايف يا فندم الصورة هاي ريزوليوشن ازاي؟ بعض الويب سايت ايوه عشان الانيميشن بتحصل فيها مشاكل، وبعضها شغال عادي. تمام، يلا نجيب ويب سايت تاني نجرب فيه واحنا واقفين، عشان نبقى عملنا كل الخطط، لان ممكن يكون الويب سايت فيها بروبلمز او حاجة اهي. هستأكد ان طنط الطنطوتي دي جميلة وحلوة وشغالة، فبالتالي كل الانيميشنز اللي فيها شغالة اهي، اللي كان لونها بالاخضر دي. لو انا فايرفوكس هنزلها عادي من جوه الفايرفوكس، مش هستنى. فهتلاقي نفسك في الفايرفوكس عندك علامة المقص، هتقول له سيف فول بيج وتستنى عليه شوية، تلاقيه بيسكان الصفحة كلها وبيحاول انه ينزلها معاك. تمام، مش طبيعي يطلع فيها ابيض اهي، اشتغلت تمام اهي. بصوا كل دي ايمج باي ذا واي اهي. وانس ان حضرتك قلت له داونلود هينزلها لك جي بي جي ايمج، صورة عادية او بي ان جي على حسب ما هو هينزلها. ينفع بي دي اف اه اهو. بصوا حتى بتاخد وقت، شايف كبيرة ازاي؟ لا انا مش فايرفوكس، ومش عايزه انزل فايرفوكس، ومش مبسوطه بالفايرفوكس، عايزه انزل حاجه تانية. قمت واخده نفس اللينك اللي عاجبني. تعالوا بقى ايه نقفل السايتس دي. اخدت نفس اي لينك عاجبني، ماشي، رحت بيه على الكروم، اتاكدت ان انا رحت نزلت اكستنشن اسمه جو فول بيج. على فكره جو فول بيج موجود على فايرفوكس كمان، بس فايرفوكس هو عامل بيلت ان ان انت تاخد السكرين شوت يعني. وبعد كده قمت رايحه فاتحه عندي اهو. اتاكد ان السايت كله علامات اللودنج دي خلصت، وكل الحاجات اللي انا عايزاها خلصت، عشان ابدا واحده واحده ادرسه بشويش وانا شغال اهو. ماشي اهو، فيديو مش فيديو مش مشكلتي انا اهو. هسكرول لحد ما الحاجه تبدا تلود. سكرول بالماوس، سكرول باللي في الجنب، سكرول بالكيبورد، انزل واطلع كده بالكيبورد، كلها نفس الوسائل. تمام، شوفوا كل حد فيكم هيبدأ يعرض حاجته ازاي. طبعا حوشوا بقى البروجكتات بتاعتكم من يوم ما دخلتوا كده كأنك بتعمل سي في دايناميك، يعني حاولوا تستفيدوا لمصلحتكم في المادة. نعم. طب حاضر بصي هخلص واجي ابص عشان مش هعرف اركز معاكي، عشان كان احنا فاتحين ليه. حاضر. تمام اه. هاجي بعد كده وانا واقفه همسك بق السمكه الجميل ده اللي هو اسمه جو فول بيج وابدا انزل. هتستناه لحد ما يخلص، بياخد وقت. فما تعملش حاجه ودونت كلوز ذي ستاب، يعني ما تروحش تفتح تابه تانية، استنى شويه. لان بص هو بيسكان، شايف؟
هو لما يخلص هيفتح الصفحه كلها. ماشي، حظكم عظيمه طويله جدا. حلو. شايفين طويله قد ايه؟ وجابها كلها هاي ريزوليوشن. هسيب اهي، هحطها واعمل سيف. انا كده خلصت، جبت السامبلز اللي انا عايزاها. صح هما وعايز تفتحهم تبص عليهم. تمام. ديليتد ليه؟ اهي. حلو الكلام، طويله وحلوه وكويسه. بصوا ومش مبكسله. هي بتوضح اهي. هدخلها بقى ازاي جوه الفيجما عشان اقدر اشتغل عليها وادرسها واعمل لها زي ما انت بتقولي واير فريمز او الكلام ده كله. ماشي، انا منعا بس للاج بقفل الفايرفوكس، مش محتاجه منه دلوقتي حاجه. وانا جوه الفيجما انا محتاجه افهم الفيجما ان في الصفحه بقى اللي اسمها اللي انت بتقولي عليها واير فريمز دي، ان ابدا اكتب لي الحاجات بتاعتي. خلي بالك المساحه اللي في النص مش ضيقه كده. انا زي ما بقول عشان انا من الجناب واخده الكابل عشان عارضه على البروجيكتور، الشاشه اوسع. بتضايق بتخنق عايزاها اكبر. عندك اهي العلامه اللي ممكن تقفل بيها كل الحاجات دي. تمام. بصوا انا عملت ايه. انا قفلت من هنا، او بالشيفت والعلامه اللي فوق الانتر اللي هي تحت الباك سبيس دي اللي هي باك سلاش. بس كبدايه ما انصحكش تعمل الحركه دي. ليه؟ لان انت عايز تتفرج ايه اللي بيحصل هنا في اللايرز، عايز تشوف الكلام ده. ممكن في الاخر في السيميوليشن نعمل كده زي ما احنا متعودين في اي برنامج. اول ما بنبدا ندخل بنبدا نشوف وحدات القياس والمساطر والمش عارفه ايه والتفاصيل دي. اول حركه بالنسبه لي لازم اكتب الرولر بتاعتي وانا واقفه. لازم تبقى طول الوقت الرولر بتاعتي معايا. الرولر بتاعتي موجوده ازاي؟ بشيفت ار او من فايل فيو رولرز. من فايل فيو رولرز اللي موجوده هنا. فاهم؟ فتبدا حاجتك يحصل لها امبلمنتيشن هنا وتبدا التفاصيل بتاعتها تبقى موجوده هنا. بعد كده هبدا انزل الصوره. اجيب الصوره ازاي؟ يا اما بدراج اند دروب تقرا، او عندك مجموعه من التولز تحت. ادي الموف تول، تمام، ومعاها شويه تول تانية، وجنبها في تول اسمها فريم جاي لها كمان شويه. ماشي. وجنبها هنا في تول اسمها ريكتانجل. لو فتحت السهم اللي جنب ريكتانجل او اللي جنب شيب هتلاقي اخر واحده اسمها ايه؟ ايمج. اهي. اهي ايمج دي هتسمح لك ان انت ايه تحط الصوره بتاعتك وتبدا تشتغل على الديزاين بتاعك اللي انت عايزه. هات الصوره زي ما بقول بالطريقه اللي تريحك. انا مش فارق معايا مثلا، عين مش فارق معايا. تمام. فحط الشكل بتاعك زي ما انت شايف. انا من عندي هقوم ايه قايله على ايمج اللي تحت دي. وهقول لك بعد كده في كل مره واحنا ماشيين ايه طرق تانية ممكن تحط فيها الايمج. الفيجما بسيط جدا 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 وكل اماكن حاجته مكرره. او فانا وانا واقفه هقوم قايله له من هنا ايمج. هتلاقي نفسك بيحاول يدايركت ويروح للوكيشن بتاعك. صح كده؟ او احنا اهو ارش ويب ديزاين اسيتس. او ادي الصوره. ماشي، معلش انا عايزه الطويله. غالبا دي. اول ما هتبدا تقول له اوبن هتستنى عليه سيكا. اهو بيقول لك دلوقتي كليك او دراج انت عايزني اعملها لك فين. فلو عملت بس اي كليك في الشارع كده خلاص. كأنك بتحكي بتحط لوكيشن. بالكنترول والسكرول او كنترول ماينس وكنترول بلس تقدر تزوم ان وتزوم اوت. بقى عندي صفحة دلوقتي. معلش وهو بيدخلها مع الأسف مع الأسف بيعمل لها اوبتمايز جوه الفيجما. يعني الصورة دي عرضها دايمنشن 345. هو أكيد مش 345، أكيد عرضها عرض السايت بتاعي اللي هو المقاسات بقى الأساسية اللي احنا فيها اللي هي 1440 أو 1920 اللارج سكرين. عايز تكبرها كبرها، مش عايز تكبرها ما تكبرهاش. أنا من أنصار لا تكبرها عشان عينيك تاخد. فتعمل إيه؟ شايف كلمة دايمنشنز دي؟ دايما لوك الويت والهايت مع بعض. وقف هنا خليها بأكبر مقاس احنا عايزين نبقى دايما شغالين عليه 1440. مش حابه اكتب مش مهم. انا عايزه منها الجايد لاينز بس، يعني عايزه منها اعرف اماكن الحاجات رصيتها بس. اول ما هتقول كده هتلاقي طبعا الهايت اوتوماتيك هيشتغل معاك فانا بس عشان عايزه اعرف ترتيب العناصر والاماكن والكلام ده كله. حتى لو بكسلت سيكا مش قصه بالنسبه لي دلوقتي. لان عايزه اتعلم يعني ايه جايدز، عايزه اتعلم يعني ايه جراد والكلام ده. ما انا ما دول حفظ. جبتهم منين؟ لما انا بقى عاوز اكريت انا ماي اون بيج. ده الكومنت اللي انا عملته لك على فكره اهو. الكومنتات دي قلت لكم عليها مره فاتت في الريكورد. الكومنت كانت من هنا.
تمام. اعرف بقى ازاي المقاسات لما حد من زمايلنا دلوقتي بيسأل؟ هنا في حاجة اسمها فريم، لو دوست عليه وما عملتش حاجة تلاقيه بيطلع لك مقاسات كل الديفايسز. ادي التليفونات كلها، لو قفلت التليفونات تلاقي ادي التابلتس، لو دخلت في الديسك توب تلاقي المقاس اللي انا بقول لك عليه اهو، الديسك توب 1440. الطول مالكش دعوه بيه، ليه؟ ما هو الطول اكوردنج لاي ويب سايت. احنا عندنا مفيش هايت باي ذا واي، خالص 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 مفيش هايت. تمام، الهايت ده اكوردنج للديتا اللي داخله. زي كده ما حضرتك تبقى بتكتب الجراد بروجكت ولا حاجه، عمر ما حد هيلزمك ان ده يبقى في بي دي اف 3 ورقات. اه في رينج، بس مش هقول لك لازم 3، لا، على حسب الكلام. اهو، فانا قمت جايبه ال 1440 دي، هي او الواير فريم مش هتفرق. طب والمقاسات التانية؟ ايوه المقاسات التانية مور ريسبونسيف، اكس اكس لارج، دبل اكس يعني. بعدين لو انا جيت بالفريم ده، الفريم ده اللي هو الورقه، اللي هي لو تفتكر في الفوتوشوب اللي هي الارت بورد، هي دي نفس الفكره اهو. جيت وقفت في الشارع مش ماسكه حاجه اهو، وقمت دايسه على فريم، اخترت المقاس اللي انا عايزاه، ديسك توب او واير فريم اهو. هيتحط هنا. ايه ده، هي قصيره ليه؟ ايوه ما هي هو بيجيبها لك 1440 في 1440. انت بقى لو عايز تعمل محاكاه او سيميوليت لنفس ذات الديزاين ده، خد المقاس ده اللي هو 17096 يا ساتر يا رب، روح هنا وحطه هنا كده، كنترول في اهو. يبقى انا دلوقتي اهو عملت محاكاه لنفس الشكل بتاعي. الصفحه نازله او الفريم نازل اسمه ديسك توب داش 1، لو حضرتك شايف صح؟ ما ببقاش بقى اسمه كده. الصفحه الاولانيه من اي موقع عندي بيبقى اسمها اللاندنج بيج. الصفحه الاولانيه من اي موقع عندي بيبقى اسمها لاندنج بيج. فانا زي الشاطره كده، بدل كلمه ديسكتوب 1، يا اما من عند اللايرز يا اما من فوق من هنا، هقف هسميها لاندنج بيج اهو، براحتك خالص. تمام، عشان هيبقى فيه about، عشان عرفتي منين ان في صفحات تانية؟ يعني انا ما بعرفش، انا بنسى. ايوه طبعا حقك، اهي من هنا من دول، ادي هوم وادي about. هو باين عندكم حاجه ولا البتاع دي كده احسن شويه؟ ادي هوم، ادي about، ادي سيرفيسز، ادي بلوج، ادي بيجز، ادي كونتاكت. انا بقلد، انا ما اعرفش ده احسن حاجه ولا اوحش حاجه، انا بقلد دلوقتي. تمام. عايزه تعملي واير فريم، يعني ايه واير فريم؟ زي ما اتفقنا سكتشات، يعني يا دوبك برسم اللاينز. وطبعا انتوا اساتذه في حوار السكتشز، اللي هي حاجه يا اما بتبقى لو ديتيلد قوي، يا اما بتبقى ميديوم، يا اما بتبقى هاي. ومن هنا الواير فريم بتظهر لها 3 مسميات، ودي كنا بنعملها في الراينو لما كنا بنطور مراحل الكونسبت. كانت نفس الفكره، اول حاجه بتبقى سكتشايه، ان الشكل ده جبته منين. بعد كده بدات احط ديتيلز اكتر شويه، اشكال شبابيك، اشكال حاجات. ومره اللي وراها بدات اشوف اللاندسكيب، بدات اشوف نوعيه ماتيريال. هي دي نفس الفكره. اللو فيداليتي اللي هي اول نوع من انواع الواير فريم عباره عن مربعات، وهو ده اللي احنا هنعمله دلوقتي هنا. الميديم فيداليتي عباره عن المربعات دي، لو هم صورتين فوق بعض فقول لي ان هم مربعين فوق بعض، او لو المربعات زي اللي تحت اللي واقفه هنا دي، قول لي ان هم انترنال جواهم دايره تانية وشكل تاني. تمام، فبتبدا تعمل ديتيلز اكتر. الهاي فيداليتي بتimplement تكست. اوبس، بس انا ما عنديش تكست، ربنا يحلها لنا. هنجيب دامي تكست ونشتغل، مش هنجيب تكست حقيقي. تمام طيب. قبل ما اشتغل، وبرده لو الناس فاكره بذاكره السمكه المره اللي فاتت، احنا ما بنشتغلش كده هبهزل، احنا لازم يبقى عندنا المجموعه اللونيه بتاعتنا. فكل حد وهو بيعمل البورتفوليو بتاعه او وهو بيعمل الديزاين بتاعه، اكيد عارف هو ايه الشكل اللي هو عايز يعمله، فايه الالوان اللي هو عايز يشتغل بيها، فايه التفاصيل اللي هو عايز يعملها. فلازم يبقى عندك المجموعه اللونيه او الباليته اللونيه الجاهزه. بما ان معانا ناس اول مره وارد ما يكونش شافوا الريكورد، فانا هراجع ده تاني. ازاي؟ انا هستعين بالالوان اللي هنا. طبعا اللون اللي ورا الصوره اللي ورا طنط دي ده مش معانا، ده لون الفيديو نفسه او الصوره. انا الواني من اول هنا، اللي هي الاخضرات والاصفرات والجريدينتس دي. اعمل ايه؟ اسحب الالوان ازاي؟ حطينا شويه دوائر او شويه مربعات في الجنب كده. تمام، عددهم قد ايه؟ المفروض اعد الالوان اللي معايا. فانا معايا ادي الازرق، ادي الاخضر، انا اسفه الغامق، والاصفر اتنين، مثلا تلاتة أربعة، قول 5 ألوان. ماشي، وعملت كوبي لنفس الشكل بالالت، فبقت اتنين، تلاتة، أربعة، 5. احجز بس مكان وخلاص.
اول لون هتلاقي عندك هنا في حاجه اسمها فيل كلر تحت اهي، ادي الفيل من هنا. هتمسك الاي دروبر، هتفل باول لون. بص 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 هو بدأ يكتب لونه ازاي اهو. ما تسيبهوش وتمشي، لازم تسيبه. اعمل له سيف ازاي؟ من هنا من عند علامه البلس هتطلع لك تو تايبس من السيفنج، حاجه اسمها فاريبل انا مش عايزاها النهارده، وحاجه اسمها ستايل انا عايزه ستايل. اللون ده هو مستعمله في الباك جراوند، فانا هكتب باك جراوند كلر اللي هو الدارك جرين. هو لازم الديسكريبشن ليه؟ عشان في حاجه اسمها اوتو دوكيومنتيشن في الاخر لازم احط فيها ده. المفروض ان دي عندنا احنا كمان، دي هتفيدكم اصلا في الديزاين، ان وانتوا بتسلموا البروجكت تبقوا بتعملوا اوتو دوكيومنتيشن لكل الماتيريال اللي استعملتوها، لكل البرامج اللي انتوا حطيتوا فيها الحاجات بتاعتكم، لكل الفونتات اللي استعملتوها في الداتا دي اللي كنا بنكتبها في الخرطوشه كده في الجنب. في الحاجات دي هي دي هنا بتطلع اوتوماتيك، فممكن استعمل ده في الديزاين ماشي. هنبقى نشوف مشاريعكم يعني. حلو كده اهو. او قايله له من هنا ادي الدارك بلو، ادي واحده اهي. تاني اللي تحتها وقفت مسكت الشكل ده وقلت له من هنا ادي ادنج. ايه اللون التاني اللي معايا؟ مش عارفه، اعتقد الاصفر او كان في درجه اخضر اهي. بصوا افتح شويه، بصوا اهي. قمت قايله له من هنا اد، جبته بلس هزوده الستايل هسميه لايت جرين اهو. وادي ادنج ماي ستايل، ادي اللي وراه اهو. هيديتكت ده. انا كنت فاتحه معلش الاي دروبر انهي لون ما اعرفش، او اعتقد بصوا 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 بص بيحاول يمسك الوان ازاي يعني. تمام. اوبس، ده انا بوظت لون، اخدت لون ما كنتش عايزاه. ينفع ارجعه؟ تعالى نسيبه وبعد كده نشوف اللون التاني. تمام. كولر ما اعرفش جرين 3 مثلا، حاسه مش عارفين هيتسمى فين. بس انا ما كنتش عايزه كده، ده في لون، ما هو اللون سيفد ما تعيطش. سيفد بجيبه ازاي؟ لو وقفت من هنا على الاربع نقط بتوعك دول هيطلع لك الالوان بتاعتك اللي انت لسه مسيبها حالا اهي. لايت جرين، باك جراوند جرين اهي. خلاص. مش قصه يعني. يلا اللي وراه، عمايله له ادنج، هياخد بالشكل ده. غالبا عندنا اللون الاصفر اهو لسه ما حطيناهوش، مش كده؟ واحنا واقفين فيه او هقف هقوم قايله له من هنا بالستايل يلو اهو. طيب، يظهر عندنا غالبا هي دي الالوان اللي احنا مستعملينها واللايتس والكلام ده، بس في جريدينت. صح؟ يعني ايه جريدينت؟ سحبات. والجريدينت دي غالبا ما قلناهاش المره اللي فاتت واحنا شغالين. يعني في هنا بص سحبه كده من هنا لهنا، صح؟ وفي فوق في البوتنز سحبه من هنا لهنا. اعمل ايه؟ على نفس وتيرتي وانا شغاله. لو احنا هنا واقفين وعندنا هنا الفيل كلر، عندنا هنا جنبها حاجه اسمها جريدينت كلر. لو دوست على الجريدينت دي هو بيطلع لك الديفولت بتاعه اللي هو الاسود في الابيض، والاسود اللي هو هنا جايب افتح درجه للجريس مثلا. او لو انا مسكت اللون ده اقدر من هنا اسيطر واجيب الالوان بتاعتي اهو اللي موجوده عندي هنا. ادي ده اللون ده اهو. اهو طب ادي اللون ده اهو. شايفين بالاي دروبر واجيب من هنا انا بسحب الوان. مش انا كده عملت نفس الجريدينت بس هي بالعرض؟ ايوه يا فندم اهو. you have to rotate. وعندنا الجريدينت كذا حاجة. linear gradient اللي هو السحبة الخطية من اليمين للشمال أو من الشمال لليمين، من فوق لتحت، من تحت لفوق بالورب، وكل دي حاجات خطية. أو الراديال من بره لجوه أو من جوه لبره. أو اسمه إيه ده، الانجلر اللي هي بتبقى عاملة زي زاوية في النص واقفة كده. والدايموند اللي بتبقى شكل المثلثة. تمام أهو. أسيب الجريدينت ده هعمل له اد وهسميه جريدينت 1 أهو. تاني عندي جريدينت تاني لمحاه او شايفينه. اسيبه للزمن؟ لا، اد. معلش انا بنقي ديزاينز طويله عشان ندرب ايدينا فيها كتير قوي، فنكوب مع الحاجات كلها. بقول بسرعه، بقول بسرعه. معلش. ماشي. صحصحه صحصوحه. معلش، هو المكان يدعو الى النوم، السيراميك اللي احنا قاعدين فيه ده قوي. صح يعني. انا حاسه ان هو ساقع مش عشان الدنيا ساقعه، مش كده؟
أنا مش عارفة ايه نجلده ولا نعمل ايه، ما علينا معلش خلاص متزعلوش. حلو، وانا واقفة هنا اروح افتح درجة عندي. ادي واحد. طب الناحية التانية هاخد اغمق درجة عندي، او غالبا كان هنا. هتلاقي نفسك وصلت لمرحلة ان بقى عندك اهي سحبة من نفس الدرجة اللونية، من تحت لفوق من فوق لتحت. مش قصتي هتتغير بعد كده. انا فكرتي دلوقتي في السيفنج اهو، ان انا هسميه gradient 2. ماشي اهو. عندي لون ابيض انا ما خدتهوش، ما كنتش عامله له اعتبار، نسيته. ما يجراش حاجه، بالالت ازود دايره، ولو ان الابيض والاسود لا يعتدوا الوان زي عندنا برضه في الحاجات القرش اهي، بس ما يجراش حاجه. طب بس انت عملتي دايره كوبي، وانا قصدي اعمل كده من لون اوريدي سيفد عندي. هحط لون جديد ازاي؟ يعني افرضوا هف عليا احط ازرق، هف عليا احط احمر، اجيبه ازاي انا دلوقتي ده؟ احطه ازاي وانا شغاله؟ ما يتحطش. لازم تفك الرابطه مع اللون الاساسي الاول اهي. لازم تفك الرابطه، انا مش عارفه انت تشوفها ازاي. هنا اهي. لازم تفك الرابطه مع اللون الاساسي الاول. في حاجه هنا كده اسمها ديتاتش كده في الجنب كده اهي. اول ما تبدا تفك الرابطه دي، وانا لو طلعتها لفوق شويه كده احسن سيكه اهي. فاهم اهي؟ لما بص هو كاتب جنبها ايه؟ ديتاتش ستايل اهو. فاقدر بعد كده لما ادوس عليها اشتغل، اغير الكاستم دي او ارجع هنا للالوان واشتغل باللون اللي انا عايزاه براحتي. فانتي بتقولي ان في لون ابيض اهو مش في الحسبان، ما جيناش جنبه اهو. اهو شايفينه اهو، ولو انه مش ابيض ده جراي اهو. هقوم قايله له من هنا، انا شفت ان هو مستعمل ده في التكست، بقى هسميه تكست كولر. سمي لو اللون واضح لك هو فين، اخلص. وانا لسه قاعده افكر اهو. ومن هنا تلاقي نفسك اهو، بقى عندك باليتتك الالوان الجاهزه وتفاصيلك. أهي. خدها بقى معاك في اي حته. انا وهسحبها فوق شويه. عايزه احوشها معايا تنفعني. ممكن تحطها في جروب او تحطهم كلهم في وان فريم. جروب يعني مجموعه من العناصر بيتحط في كنترول جي العادي. فريم مجموعه من العناصر بس ممكن يحصل عليها تغييرات في شكلها، يبقوا بدل ما كلهم تحت بعض يبقوا اتنين اتنين واتنين، يبقوا تلاتة في تلاتة على سطرين. تمام، بلس ان بيحصل عليه بروتوتايبنج، بينقل من صفحه لصفحه. فكل حد بيشوف هو محتاج ده فين وبيستعمله. طبعا لسه جاي وقتها كتير قدام. انا مش فارقه معايا، بس زياده تعود على فكر الفريم هحطها في فريم. ازاي نحطها في فريم؟ يا اما رايت كليك تلاقي فيه هنا حاجه اسمها فريم سيلكشن، واختصارها كنترول الت جي. اختصارها عندك كنترول الت جي. او نسيت، من عند اللايرز برضو رايت كليك وتلاقي هنا في حاجه برضو اسمها فريم سيلكشن. ممكن بقى دلوقتي بص تشقلبهم تجيبهم بالعرض كده، فبقت الباليتة اللونية قدامي واضحة، أو اللي أقدر أشتغل عليها. بلاش كلمة فريم 1، هسميها color style. ومن هنا اسمح لي أقولك بداية تنسيق اللوحة بتاعتك وأنت واقف أهو. يعني وأنت واقف يا ريت ترسم شكل ما، مربع أو أي حاجة ريكتانجل كده فوق، وتكتب إن من هنا لهنا دي كده الكالر ستايل بتاعي، عشان اللي يشتغل وراك بص يبقى عارف يدخل فين. أكتبها إزاي؟ عندنا كلمة تكست اللي هنا زي بتاعت المرة اللي فاتت. هقف كده هنا هكتب ان الحته دي اسمها color style. كنترول ايه تو ارينج الفونت، هتلاقي هنا ظهر التايبوجرافي. حط الفونت اللي انت عايزه اللي يريحك او الفونت المتعارف عليه. كبره من الحجم ده، طبعا ده تايبوجرافي يكبر باي حاجه. شايفين؟ واللون بتاعه اهو من فل، هاخد احد الوان المجموعه اللونيه فهاخد اللون الغامق. شايف كلمه color style؟ ممكن حد يحس ان لا الفونت وحش، في فونتات الى حد ما كتيره اهو موجوده. اهو شايف بيبدا يجيب لك ايه اشكال فونتات. واي حاجه ما تعجبكش انت كبر براحتك بقى وانت شغال. ليه كولر ستايل؟ عشان قدام لسه هيبقى فيه تكست ستايل، فانا بحجز بس كده اماكن. شايفين؟ وده هينفعكم جدا في الديزاين امبلمنتيشن. خلي الموضوع عندك بشمولي اكتر. اروح في اللايبرري اخد لي ده معرفش سحبة جريدينت مثلا. بصوا
اه، يعني ما تبصوش تحت رجليكم ان الماده دي ويب ديزاين ما تنفعنيش، اهي انا بعمل ديزاين سيستم وانا واقفه بخلص اهو. الصفحه دي هتتحط بعد كده في حته اسمها ريسورسز، وزي ما عندي color ستايل هاخدها كوبي، هطلع بيها فوق، هيبقى عندي بعد كده تكست ستايل اللي هو اسم الفونت اللي انا استعملته بتفاصيله بحاجته بالكلام ده كله. ازاي بعملها لفوق؟ نمسح ده تاني او بالالت، بمسك الاتنين دول سوا وبالالت واسحب، بالالت بتعمل كوبي. ما بتحبش الحركه دي او ايديك بتبقى مهزوزه فيها او بتضايقك، امسك الاتنين دول واعمل رايت كليك كوبي، وقف في اي حته بره كده وقوم عامل بيست هير. بص اهي نزلت اهي، شايفها؟ تضطر انت بقى بص تظبط الالاينمنت. بص اصلا اول ما بتقرب من حاجه بتلاقي الالاينمنت حاول يظبط ازاي. اه، فادي من هنا ادي تكست ستايل. اه، حلو كده. ما تسيبهاش هي والريكتانجل بتاعها لوحدها، حطهم هما الاثنين يا في جروب يا في فريم. حطينا المره اللي فاتت في فريم، نحط ده في جروب كنترول جي اهو، واسميه من هنا تكست. ليه؟ نظافه عشان تبقى حاجتك كده كلها متروقه. واجي هنا كده نفس الفكره، كنترول جي، طالما مش هعمل عليه اي تغيير اهو، ودي كلر. شايف شكل الجروب بقى عامل هنا مربع مربعات ازاي؟ ماشي. طب الاتنين دول هيبقوا الواير فريمز بتاعتي وانا شغاله، فممكن اخد برضو دي واقوم قايله له بالالت وانزل بيها واقول من هنا واير فريم او واير فريمز او وانا واقف. والواير فريمز متقسمه هاي ولو ما اعرفش مين. اه، تمام. اول ما بتعمل كنترول واي، شايف ايه اللي حصل معايا؟ بتفكركم في حاجه الشكل ده؟ حول الديزاين لايه؟ واير فريم. شايفين زي زمان عندنا اهي واير فريم، اه بالظبط كده. ليه؟ ساعات الديزاين بيتقل. طبعا كتر خير الدنيا يعني. على فكره هو كمان خفيف عشان لوكال، لو على البراوزر بيبقى اتقل شويه. ماشي، فبحتاج اعمل ايه؟ فبحتاج اشوفه كده بشكل افضل شويه، فبالتالي بقول له كنترول واي عشان يبقى واير فريمد واحنا واقفين. حلو الكلام، جميل جميل جميل. اللاندنج بيج محطوطه في فريم، والصوره الحلوه دي اهي محطوطه في الشارع اهو، زي ما احنا شايفين تحت اهي، اللي هي اسمها الكابتشر دي بالنسبه لي جايد لاينز مش اكتر هستعملها. انت قلتي ان عندنا حاجات اساسيه وهي الهيدر والفوتر والهيرو سكشن وحاجات تانية، انا عايزه الثلاثه دول النهارده. الهيدر العنوان الاساسي للصفحه بتاعتي اللي بيبقى فيه لوجو وبيبقى فيه اسامي العناصر بتاعتي، ولو في بutton مهم register now, admission now, book an appointment, شوفني hire as a freelancer زي بتاع بيهانس، مش كده؟ check my portfolio. زرار انت عايز الكلاينت طول الوقت يفضل يديتكته، طول الوقت يفضل يتشيكه، طول الوقت يفضل يدوس عليه. حلو كده؟ طيب، اعمل الحته دي ازاي؟ احنا بنعمل واير فريمز مش اكتر. هتروح، هو الهيدر عندي في الديزاين اللي انا بنقل منه فوق. طب ما نعمل جايد لاين للاثنين دول، يعني ما نمسك الاثنين دول كده ونعمل كده من هنا، نمسك كده جايدز كده بصوا. شايفين ايه اللي بيحصل؟ فانا برسم يا دوبك شكل كده، بس انا ما اعرفش من اليمين والشمال اسيب قد ايه. مش كده؟ ما اعرفهاش دي. لا اعرفها ازاي بقى. دلوقتي في كونسبت تصميم الويب قالوا ان الشاشات الكبيره اللي هي الشاشات بتاعت اي لابتوب والايباد اللي هو ال 13 اللي هو فيما معناه هو قد اصلا شاشه اللابتوب وانت طالع، بيبقى مقسم البيج البيضه دي حتت معينه بالطول. ليه؟ عشان يعرف يحشيها كويس وتبقى شكلها arrangement. فاتفقوا الناس والعلماء وكل الناس اللي بتعمل development على عدد معين من الكولومز الطويلة دي اللي بقسم بيها السايت بتاعي، اكنها جايد بس بشكل بروفيشنال اكتر. فقالوا هم 12. فانا عندي الجريد سيستم اللي انا شغاله بيه 12. عرفتي منين؟ لو انا رحت على اي بلاتفورم، اي لايبرري، اي فريم ورك من الديفلوبرز اللي شغالين بيه، اسهلهم هو مثلا البوت ستراب، وكتبت بس كده جريد وسبته يجوجلت، هتلاقي عندك اهي 12 بوت ستراب جريد سيستم اهي. هو بيقسم الصفحه بالطول 12 حته.
طب بالعرض، ما احنا اتفقنا احنا ملناش هايت، فبالعرض انا ما بقسمش، ما عنديش تقسيمه عرضيه، ما ماليش فيه. حلو كده اه. طب اهي ادي اللي بالطول اهي. الصوره دي بالمناسبه للذكر هاخدها اخليها لكم عندنا ازاي. بصوا الطريقه التانيه الاسهل، هعمل كوبي، تعالى نقفل ده، واقوم جايه هنا، تعالى كده رايت كليك تقوم قايله بيست. بص تنزل فين. يعني ما احتاجتيش تسيبيها عندك الصراحه، لا اهي. ومن هنا برضو المفروض كان عندي حاجه احطها اسمها ريسورسز، يعني المفروض كنت اخد الحلوه دي اطلع بيها كده لفوق، واكتب ان من هنا عندي ريسورسز. ليه؟ نظافه، الحاجات اللي بستعملها طول الوقت تبقى معايا. اهو. انا ما استعملتش منه الوان، انا استعملت منه من دي الجريد ستايل. اهي انا بكتب اللي هي ايكوال كام، 12 كولوم. الاسامي حفظ اهي. كولوم يعني عمود. ليه؟ ما عشان هو الويب سايت انا عايزه اقسمه كده. اهو. بص بقى تلاقي الشكل من بعيد نظيف ازاي وانت عارف كده، تبص على الحاجه بتاعتك. تعالى بقى هنا، طب انا هقعد اقسم بايدي هنهزر بقى ولا إيه؟ لا طب. لو وانت ماسك الصفحه نزلت لتحت 3 4 شويات، هتلاقي في حاجه اسمها جريد لي اوت. هتلاقي في حاجه اسمها جريد لي اوت، او لي اوت جريد يعني. في منهم حاجات جاهزه بنجيبها اونلاين، على فكره الفيجما في منه حاجات كتير جاهزه لان هو اوبن سورس. فكل الناس ما شاء الله ما عندهاش روح الخبث، يعني بتحط الحاجه على الكوميونتي وكله بياخد من بعض وخلاص. ومش غلط ولا حرام ولا اي حاجه، لان هو اوبن سورس كل حاجه مفتحه. ماشي، مش هتلاقي يعني عارفين زي ايه، زي جراس هوبر كده كان الاكواد كلها جاهزه اونلاين. نفس الفكره، أو حاجه جاهزه. ماشي حلو كده تمام. هنزل كده من هنا او قايله له بص بقى، اول ما هتدوس على كلمه جريد لي اوت، انا ما بعرفش انزل اكتر من كده مع الاسف عشان الشاشه. بس هو انا لو عملت كده يحصل ايه؟ وانتوا كده تشوفوا احسن ولا هي؟ استنى، بحاول اصغر الشاشه واطلعها لفوق شويه عشان الناس تشوف كلمه جريد لي اوت. كده باينه احسن. لا انا عايزه اطلعها لفوق لان هي فيها تفاصيل من جوه. فعشان كده بص عماله بسعى يعني اني ازق الشكل ده واطلعه. اول بقى ما تدوس عليها كده، هو لوحده بيقسمها لك جريد كده حقيره زي بتاعت فوتوشوب دي، فاكرينها اللي هي العشرة في عشرة دي. ايه العبث ده؟ لا. تفتحها بقى تلاقي ان عندنا تو تايبس تانيين، عشان كده انا كنت عايزه اطلعها لفوق باينه. واحده اسمها كولوم وواحده اسمها رو. كولوم دي اللي انا عايزاها، اللي هي الحاجات اللي هيقسمها كده بالطول دي. طب روز يحلها ربنا كمان شويه. لو قلت له كولوم تلاقيه هو لوحده قسمهم لك خمسه، هو الديفولت بتاعه كده. وفي مقاسات الديفولت بتاعها خمسه فعلا. لا، انت قلتي 12. هتفتح العلامه اللي جنبها من هنا دي، اللي هي العلامه اللي عامله زي الشباك الواسع ده. اه. اول ما هتدوس عليه هتلاقي الكاونتنج نمبر اهو. انا قلت ان انا محتاجاهم 12 دلوقتي اهو. لونهم هيبقى عامل ازاي، درجه الشفافيه بتاعتهم اهي. اختار اي لون منافي للسايت بتاعك. يعني احنا الويب سايت بتاعنا اللي احنا جايبينه كله اخضرات، ما تجيبش بقى الجريد اخضر، ما احنا نشوف ايه. هاتها زرقاء، سيبها حمراء زي ما هي، يعني اي حاجه. ماشي اهو. وممكن على فكره تقل درجه الشفافيه فتشوفوا كده مثلا، براحتك يعني. تيجي عند حاجه مهمه تحتها اسمها ستريتش. ايه ده؟ هو بيقول لك ان انا هفرش ال 12 على قد المساحه اللي انت اديتها لي. يعني مخلي دي 1440، فانا هفرش ال 12 في 1440. مخليها 776، هفرش ال 12 في 776. قد تكون انت مش عايز كده، انت عايز تسيب فراغات من الجناب. فساعتها التايب بتاعك بيتغير. بتقول له لا خليهم لي فين، خليهم لي في الليفت كده، اكمشهم لي. بس صغننين قوي، ايوه، ما هي ساعتها تاكتيفت تحتها حاجه اسمها ويت منها، ان انت تقدر تعرضهم براحتك. طب ايه الدوخه دي؟ لا مش دوخه، احنا الديفولت بتاعنا يا سنتر يا ستريتش. لو قلت له سنتر وجيت هنا بدل ال 10 دي قلت له 90، 90 دي اللي هي 90%، بص كده ايه اللي يحصل. خدت بالك ان ال 12 سل اخدوا، بس سابوا لي هوا من هنا وهوا من هنا 5%. وده احد الانظمه المتعارف عليها جدا في الديزاين، اسمها كونتينر. يعني ايه كونتينر؟ يعني ما يشغلش 100%. قارن ده برضو بحاجتك وانت طول الوقت شغال، لكن عندك فراغ انتيريور فانت مش بتكبسه 100%. تمام، كبست منه 90 فسبت 10 ودخلت الحاجه لجوه شويه، سبت هوا، سبت بادنج. هو ده الفكرة. ماشي.
بتاع دي مرعبه. تمام اهو. طيب انت عاملاه 90%. حلو، الاوفست مش شغال لان انا سنترت بايدي وهيجي عليه ديزاين هيبقى شغال. ايه بقى الجاترنج دي؟ الجاتر المسافات الجانبيه دي اللي هي مكان الماوس كده ده. المسافه الجانبيه دي، المسافه الجانبيه اللي من هنا دي، المسافه الجانبيه من اللي هنا دي، المسافه الجانبيه من هنا دي، المسافه الجانبيه اللي من هنا. هما كام؟ لو انت بتعمل على المقاس الكبير يا 16 يا 20 يا 24. اليا دي according ايه؟ your design. انت عايز توسع المسافه بين العناصر قوي قوي 24 your maximum، عايز تقللها قوي 16. فلو جيت انا دلوقتي كده قلت له ان دي 24، بص تلاقيها بتفرش اكتر كده. وغالبا الديزاين كده لو تاخد بالك، يعني الديزاين بص هو سايب هوا بسيط قوي اهو من هنا، وسايب هوا بسيط قوي من هنا، يكاد يكون مش سايب اصلا. انا هقوم جايه عامله هامش من هنا احجزها، واقوم جايه عامله هامش من هنا. شفت بقى تلاقي الديزاين سيستم ازاي؟ بس بصراحه انا خايفه لا اتلخبط وتروح مني البتاعه دي، ما انا تعبت فيها برضه ونسيت المقاسات. يبقى تاني سيفنج يور لي اوت جريد. زي ما عملنا سيف للكرر وهنعمل سيف للتكست، احنا بنعمل سيف للي اوت جريد كل حاجه. هتلاقي عندك نفس الاربع نقط اللي موجودين هنا في الجنب. أهو. لو دوست عليهم هيبدا يقول لك بيسيرش على حاجه، لا انا اقاد، ويبدا وهو بيقاد انا هسميها 12 كولوم داش 90% عشان ما انساش. ده كمان ممكن تقول له داش 24 جتر عشان تبقى عارف اسامي وتفصيليات حاجتك كلها. وتبقى قايل من هنا 12 كولوم، احنا على مقاس كام قلنا؟ 1440. بص كمية الديسكريبشن اللي بعملها، 1440 وحدة قياس بيكسل بالمناسبة. اه. طب ليه؟ احسن توصيف اهو. هتلاقي نفسك بص مستعمل حاجتك ازاي. مش سامع. عشان بعد كده في الفاينل بيبقى في بلجن اسمه اوتو دوكيومنتيشن، بيمسك كل حاجة عملتها دوكيمنت كده بيرصها بي دي اف. فاللي بيشتغل وراك ديفلوبر موبايل ديفلوبر اي حاجه من دول بيحتاج المقاسات، امال هو بيكريت الديزاين ده كود ازاي؟ صح؟ لو حد تاني فتبقى ده الديزاين سيستم بتاعك. زي ما انت كده لما بتعمل ورقه مقاس او بيلدينج لازم تقول كل الماتيريالز اللي انت استعملتها، كل السوفت ويرز اللي انت استعملتها وهكذا. حلو الكلام. تمام. تاني، ما عجبتنيش، نوتي وحشه، اعمل ايه؟ ما يجراش حاجه، اشيلها. لو مش عاجباني عندي علامه المسح اهي، ريموفنج خالص. انا بعيدها عشان اعمل واحده تانية، لكن انا ممكن عادي ما اعيدهاش. وطبعا طول ما هي معاك يا بتضلمها يا بتنورها على حسب حضرتك محتاج فيها ايه. اهو الشكل بتاعها. حلو كده الكلام. جميله كيوتي اموره اهو. اهو. هشيلها او هفك الديتاتش لو عدلها. انا هشيلها عشان يفضل عندنا نسخ. او قايله له اد، مش عايزه دي، انا عايزه كولوم. اطلع هقوم قايله له هم 12. لو انت عايزها واخده كل الوايد سكرين وتبقى اسمها كونتينر فلويد الصفحه كلها، ما تقولهوش انها سنتر، سيبها من هنا ستريتش. هتلاقي بص شايف الاولانيه كانت داخله لجوه ازاي، انا عامله اهي جايد، دي مش داخله خالص. يعني انت هتبدا الكلام من اوله لاخره، ماشي براحتك كل واحد حر. اتفقنا ان الجاترنج المسافات البينيه معانا 16 لحد 24، كل حد على حسب الديزاين بتاعه. البوت ستراب ومتعارف عليه كام؟ 24، اللي هو المكتبه بتاعه الديفلوبمنت. عجبتني اه، كيوتي جميله وماله ما تخسرش. اه. عايزه اسيبها عندي للذكرى. فقمت واقفة أخدت الأربع نقط اللي هنا وأنا شغالة بيه، قلت له من هنا ادنج، وأنا واقفة قلت له 12 كول، سميت المقاس بتاعي 1440 بيكسل، وبعد كده داش 100%، مش أنا مستعملة 100% من الصفحة. وبعد كده ال 24 جي اللي هي الجاترينج. لو بتتلخبط اكتب كلمة جاتر أهي. هو دكتور ازاي 100% وفي فراغات؟ ما في، لا فراغات في النص مش فراغات في الهواء من هنا، مفروض من هنا. فاهم؟ اللي في النص دي هي الجاترينج، لكن من بره بره قافله يعني. منين بقى ما تزهق خلاص بقى، انت بقى عندك صحابك تقدر تقف من هنا من هنا بص تجيبهم، شايفهم بقى بتوعي. ولو انت اونلاين فيرجن هتلاقيه هو هو عامل لك نسخ تانية تحت اهو. اهو انا 100% ولا 90 اهو.
ماشي الكلام. اهو بص بقى دلوقتي لما سبت كل حاجه، بص الديزاين سيستم زي ما في من هنا لوكال ستايلز، في كولر ستايلز. بص ظهر ايه؟ جريد ستايلز ازاي بقى مسيف، بقت عندي. فطبعا استعملها في كل الصفحات، استعملها في كل الديزاين، امبلمنت فيها كل الحاجات اللي انا عايزاها. اهو جيت هنا وانتي بتتكلمي قلتي ان اهم حاجه عندنا الهيدر وحاجه تانية اسمها فوتر. خلينا في الهيدر دلوقتي اهو. طيب كويس قوي. وانا واقفه اهو، عايزه اقول ان شكل الهيدر ده هيحتوي على لوجو، ويحتوي على منيو، وفي زرار هو اللي قايل كده، مش دي المحتويات؟ ادي لوجو، وادي منيو، وادي زرار. لازم تعرف هما تم اشغال قد ايه من ال 12 وانت شغال. تم اشغال قد ايه من ال 12؟ يعني اللوجو حس واخد كام من ال 12؟ ممكن نقول 2، يبقى كده كام؟ 10. لو اخدت المنيو دي 8، يبقى 2، فيبقى داونلود سي دي واللوجو قد بعض، 2 و2 يبقى 4. 4 واللي في النص دي 8. لازم تمشي كده، من غير كده مش هتوصل. اهو هعمل ايه؟ هقوم جايه من هنا، تمام اهو، هقوم واقفه بعد الاتنين عامله لاين، وبعد كده اعد. انت قلتي 8، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8. اقوم جايه بعد الثمانية وعامله لاين. تلاقي نفسك، بص لو بتعمل هايد او شو، بص تلاقي نفسك خلصت ازاي. تلاقي نفسك بدون اي مجهود المسافات قد بعض. خلاص. طب انا اعرف ازاي ان دي لوجو وان دي منيو وان ده زرار؟ اتفقنا احنا اللو فيداليتي، يعني اللاندنج بيج دي جنبها كده هتكتب لو فيداليتي واير فريم. في حاجه في السبيلنج غلط مش مشكله. واير فريم اي. يعني ايه لو فيداليتي؟ قليله التفاصيل، مجرد حجز امان. فبالتالي همسك من هنا الاشكال بتاعتي، فريم ولا ريكتانجل اللي يعجبك. كده كده احنا مش فارق معانا دلوقتي في الريسبونسيف، فبالتالي مش فارقه فريم ولا ريكتانجل، ولا انا هعمل تحريف على الشكل ده قدام. ماشي، تدرب ايدك في الاريح لك. مين اللي اكتر احترافيه وانتوا شغالين؟ الفريم. تمام اهو. همسك فريم اهو، هحط من هنا فريم، يبقى من هنا لهنا. هسيبه فاضي؟ لا، تحت اسمه فريم 1. لا يا فندم، اكتب اسمه انه لوجو كده. هتلاقي فل اللي هنا بتاعت الالوان بتاعت المره اللي فاتت مش باينه اهي. انت لو اكتفتها اهو، يا اما تستعمل الوان من عندك، وحاول استعمل لونين بس مش اكتر في الهاي واللو فيداليتي، او يا اما استعمل جريهات ايهما. بس يا ريت تبقى كلها تون واحد، يعني لو ازرقات كلها ازرقات، جريهات كلها جريهات. او تاني، همسك من هنا لهنا، هقول ان عندي مينيو، بس المينيو هناك مكوره. بص انا عملتها ريكتانجل، لا انا عايزاها فريم. ايهما؟ ما انا بقول لك هي النهارده مش فارقه اهي. هناك مكوره، ما تعملهاش مكوره، ماليش دعوه، انا بحجز مكان بس دلوقتي فيلم. اهو هديلها اي شويه الوان وخلاص. هيجي الزرار التالت. لو مش عايز خد اللوجو ده، بلاش طبعا كلمه فريم، سميها منيو. واذا اسم احترافي اكتر، نافيجيشن بار، او مين منيو، او توجرار منيو، عشان في المقاس الصغير بتصغر وتقل. وبعد كده اجي هنا اهو، او عامله هنا فريم اللي ده بتاع ريجستر بutton. تمام، او وادي الفل، يفل بأي لون. بس ده زرار مهم جدا بالنسبه لي، ممكن اغمقه شويه اهو. شايف؟ بدل الفريم دي هنسميها بutton. بutton ايه؟ لسه معرفش. فانا من هنا اهو، التلاتة دول اللي هو موجودين عندكم في اللايرز، بutton، navigation، لوجو، يتسابوا كده لوحدهم؟ absolutely not. لازم يتحطوا في حته اسمها ايه؟ قلنا header. فيبقوا فريم سelection كنترول الت جي، وبدل ما هم كده اكتب عليها هيدر، الاسامي حفظ اهي. فمنين ما تروح وتيجي اهم، هم كلهم في نفس ذات الحيز يعني اهو. معايا كنترول زد، شايفين؟ فتلاقي نفسك اهو بتعمل محاكاة. الصورة واخدة حتة كبيرة قوي لحد هنا، اللي هي تسمى هيرو سكشن. وماشي على فكرة، هي كانت اقصر من كده بس مش قصتي. هعمل فريم من هنا لهنا كل ده كده.
والونه باي لون بهتان، حتى ان شاء الله لون جراي وانت فتحه. ان شاء الله روح خد من اللايبرري، احنا كنا محوشين لون جراي كده بقى معانا. بس نصيحة وانت شغال سميه هيرو سكشن. لو تاخد بالك انا قصدت يبقى الهيدر جواه. واخد بالك الهيدر جواه ازاي؟ عشان هو الديزاين كده ان الصورة دي وبعد كده الهيدر. الهيرو سكشن مش فاضي، الهيرو سكشن مكتوب فيه تكستنج. اعمل ايه؟ ما عنديش تكست ولا هيبقى عندي دلوقتي. كل اللي حضرتك هتعمله تحجز مكان التكست. يعني هو التكست كاتبه على كام سطر؟ واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، يبقى انا عايزة 5 سطور مش كده؟ يبقى بالتالي اجي هنا اعمل كده ريكتانجل او واغير لونه باي لون من الالوان المتاحة عندي، او ممكن حتى تفتحه شوية. والتكست جرى العرف بينا يعني واحنا شغالين مع بعض ان احنا بندور اطرافه، بنخليها راوندد كورنر. فهتيجي كده عند الكورنر ريديوس وتكورها كده شويه اهي من كلمه راوندد ريديوس. معلش علي صوتك. ينفع نشوفها؟ اه طبعا ينفع. ماشي. بس عشان مش ده الديفولت في العادي، الديفولت ان انت عندك سكتشاتك بس. اه طبعا ينفع، ما يجراش حاجه. ازاي؟ الفريم ده اللي هو اسمه لو فيداليتي، شايفه واخد فيل اهو مش من هنا؟ شايفاني؟ شايفه كلمه فيل اللي هنا؟ بدل فل دي كنت ممكن تختاري تالت واحدة ايمج، وتروحي تجيبي الصورة من الكمبيوتر بتاعك وتفليها يعني. شايفاها؟ حط ده لو ده اريح لك يعني. نايس. زميلتنا كانت بتقول لو انا عايزة احط الصورة وابقى بشف منها ماشي، ما يجراش حاجة. انا بس عشان بشرح طول الوقت وانا شغالة فما عملتش كده. تمام اهو. طيب انا ممكن كمان ابقى وانا حطاها، يعني انا هو حاطة الصورة. تعالوا نعمل كنترول زد. بس انا احتمال ابقى عايزه لون، يعني عايزه اللون موجود معايا. اقول لك على حاجه حلوه. تعالي عند الفيل اعملي اد فالصوره تتحط فوق اللون، فاعرف اغمضها وانورها كل شويه. اهو اقوم جايبه كده من هنا. ادي الصوره. فلو اتضايقت منها اعمل لها ايه؟ اهايد او اشو الشكل بتاعي. بصي بصي حتى باينه الترانسبيرنس بتاعتها عامله ازاي. لما بتتحط فوق اللون بتبقى ترانسبيرنت كده. أهو. همسك اللاين ده اللي انا حاطاه، ما انت قلتي ان ده كتاب اهو، فادي اتنين. ماشي. وبعد كده قمت ماسكاه بقى تلاتة. وممكن بالالت اصغره بقى اكن مثلا الديسكريبشن صغر. اه. اه واقلل حجمه. مفيش حاجة تعمل كوبي 5 6 مع بعض، لا الري يعني لا. شايفين كل الفريمز دي اللي في الهيرو سكشن؟ احطها كلها كنترول الت جي في فريم واحد، واقوم قايله له تكست هيرو. فتلاقي نفسك عملت سيميوليت للوضع ده. هنكتشف ان طنط دي عندها زرار وماله، انا عندي زرار جاهز هنا اهو. خلاص لان هو بنفس الشكل ده. خده كنترول سي، روح في الحته اللي انت عايزها كنترول في اهو. بس وارد يبقى اكبر شويه وماله اهو. بحجز. وارد يبقى مكور شويه، ادي الراوند. هتلاقي نفسك خلصت الجزء ده. شايف الهيرو سيكشن اهو؟ كل ده فين؟ في نفس اللاندنج بيج. وطبعا الديزاينز اللي فوق دي اللي هي بتاعت الكارا ستايل والكلام ده احنا عشان ايه كاتبينهم هنا، فالدنيا كلها زحمه اهو. تمام. مين تاني لسه قايلين عليه دلوقتي؟ احنا قلنا هنعمل النهارده 3 حاجات، عملنا 2 منهم. فاضل التالتة وهي الفوتر، آخر حاجة في الصفحة. وهي الحاجة المتكررة في كل الصفحات زي الهيدر. كل الصفحات بيتكرر فيهم نفس الهيدر ونفس الفوتر اهو. الجزء ده. يبقى ده كمان عندي فريم هنا كده. الفريم ده اسمه فوتر. جواه مجموعة من العناوين، ادي واحد. هنفل ونحط له شوية مجموعات كده ألوان. ادور الاطراف بتاعته شويه لو انا عايزه، وبالالت واحط انا بس عشان النهارده ستيل بنقل. لكن اكيد احنا في العادي مش شغلتنا النقل.
اكيد احنا في العادي شغلتنا ان احنا بنديزاين. التلاتة دول ما تسيبهمش، امسكهم سوا بالشيفت وكنترول الت جي، واكتب من هنا فوتر تكست اهو. حاطط اللوجو وماله عندك اليبس اهو، بالشيفت يطلع كده. ادي لوجو. الوانك عايز تستعمل الجريهات ماشي، مش عايز تستعمل الجريهات عندك كانت المجموعه اللونيه اللي احنا بنستعملها اهي. طب انا عايزه اغير الوان الثلاثه دول مره واحده من غير ما تروح على كل واحد. هتلاقي في حاجه تحت ظهرت اسمها selection colors، ان كل السلكشنز الوانها ايه. بص كده لو وقفت عليها تقدر اهو تغير الالوان باللي انت عايزه. طب الحته اللي تحت ماليش دعوه وانا متقسمه ايه، هي اخري شويه فريمز كده مربعات، لا دي دايره وكلمه، ما احنا اتفقنا مش في ده. دي عباره عن لو فيداليتي بحجز بيها اماكن فقط. فقط اهو. فيا دوبك بقول بس ان من هنا لهنا هنحط شويه بيانات اهو. اهي هكتبها لو. تمام. وبعدين اهو بالالت واحط كده ادي تكست من هنا لهنا. ما انا بحجز اهو تكست. تكست ممكن تبقى على كذا سطر، فما يعني بتبقى شكلها احلى لو وقفت كده اهو. ولو ان برضه لو عملتها مربع تاني عادي وخلاص اهي. في لوجوز وحاجات سوشيال ميديا لسه معرفش عنها حاجة، لو لسه مش حاجزة لها اي حاجة حط مربع. لا انا عارفة ان هم اربعة ومال وادي داير، وبالشيفت علق ايدك عليها. ليهم مقاسات بعدين نتكلم فيها. اه تمام اهو. هاخد نفس الالوان بعد كده بالآل تحط أربعة ولا حاجة جنب بعض. ما تسيبهمش لوحدهم. خد الإليبسس كلها كنترول ألت جي أهي. هسميها سوشيال ميديا لينكس أهي. شايفين؟ بص الديزاين تلاقيه رسم معاك ازاي. أنا بقى دلوقتي لو قفلت الفوتر بصرف النظر عن باقي العناصر ومسكت اللاندنج كلها وطفيت الصورة، بص. بصوا تلاقي في لحظات ازاي انتوا بتعملوا ديزاين متكامل. تمام اهو. ادي فوتر اهو. طب الفوتر لونه بس ممكن نغمقه شوية عشان الناس تشوفه. فشايفين الصفحة. يبقى عندي دلوقتي في الصفحة الأساسية تكون الهيرو سيكشن اللي في الديزاين ده جواه الهيدر وفوتر تحت. أنا ما اهتمتش ماشي إن أكملهم هما كلهم زي بعض عشان بس الناس تلحق تجرب. شايفين نفس الأشكال بتاعتي عاملة إزاي؟ كل الصفحة تتعمل بنفس السيكونس، إن إحنا هيبقى عندنا صفحة ديزاين ونمشي فيها كده. نحط مربعات مربعات، ما تكتبش تكست، ما تحطش صور، مربعات ودوائر فقط، مربعات ودوائر فقط، لحد ما تبقى الحاجات الأساسية دي موجودة عندك. تمام أهي. ودي أساميها وتفاصيلها شريرة شوية، سهلة. ماشي. طب أقول أسامي الحاجات التانية ولا يبقى تو ماتش؟ أساميهم بس. يعني مثلا إحنا عملنا دلوقتي الهيرو سكشن وهيدر وفوتر. الجزء التاني أو التالت أو كده مستوحى من الديتيلز بتاعته. يعني مثلا ممكن ده تسميه about section، يعني خده من اسم المنيو about section مثلا أهو. لكن ده services section، كل دي سكيشن. فاهمين قصدي؟ لكن هنا مثلا اهو فاونديشن سميه فاونديشن سكشن. ده سميه سكسس ستوريز. ماشي. سموها بالعناوين عشان وانتوا شغالين، يعني احنا هيبقى الواجب بتاعنا ان احنا هنعمل بالشكل ده كله واحنا واقفين. فاهمين قصدي؟ شريرة ولا تمام؟ طيب الفايل ده بقى هتشوفوه ازاي، او اللينك بتاعه هيبقى ازاي، او الدنيا بتاعته هتبقى ازاي. احنا كده كده هنعمل كلاس روم. تعالوا حتى نجنريت كل حاجة دلوقتي وتبقى ايه معانا حتى واحنا ماشيين في الرحلة. او واحنا في الجيميل هنعمل ده على الميل الجديد. هو مش المفروض ان هو هيدخل على الميل ده بقى لوحده ولا ايه يا ولاد؟ اه هنروح هنعمل كلاس روم
ولو انا عادي ممكن ابقى بنرفع الحاجات على درايف يعني، بس انتوا احنا بنحب الكلاس روم. ماشي ممكن اعمل كريت كلاس والناس تدخل على الكلاس اهو. حلو كده عشان ما ننساش. الكود اهو. وبعتوه بقى على الجروب ماشي بتاع الواتساب. فارق طبعا نحطه تيتشر. حلو كده، حد عايزه تاني؟ تمام ماشي. اهو احنا هنا في اللينكس بقى، احنا اول مرة دن 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 عملنا اول مرة ما خدناش حاجة، تاني مرة عملنا اللينك بتاعنا وعملنا حاجة الفيجما وكل التفاصيل بتاعتها والكلام ده كله، يا رب الناس تبقى شافتها. وكل مرة هنبدأ بقى نكريت حاجة كده من الحاجات بتاعتنا اهي. هنخليها مثلا ماتيريال بتاعت النهاردة، هنقول من هنا lecture 3. تمام، ودي فيجما لينك، كل مرة هو نفس اللينك، فأنا مش عارفة أعمله إزاي. أهو شير، حضرتك لما ترفع لي هترفع لي كده. ماشي أهو. انتوا لسه كلكم هتبقوا invited يعني. ماشي معلش، أنا عاملة كل الناس فيو مش edit. كل الناس فيو مش edit ليه؟ عشان غصبا عننا ممكن نبوظ حاجة، فبس ما نضربش البشر يعني. وانت فيو هتلاقي التولز اللي تحت مش ظاهرة لك كلها، يظهر لك منها الكومنت والموف بس. معلش استحملوني. اهو اللي عايز الفايل ممكن يبقى ياخده من هنا من على الجهاز اهو. وبالمناسبة وانت لوكال فيرجن زيي، يفضل ان انت دايما تسيف سيف اس كده، سوى سيف از لوكال كوبي، نسخة كده مش هتخسر حاجة. فاحنا برضو على الفولدر بتاعنا كده اللي احنا مسيبينه اهو، هسيب لكم الفيرجن ده، واللي عايز ياخده انا كده كده هرفع الفولدر كله حالا. وانا مش لسه عاملاه، اسمه ايه يا ولاد؟ ويب اوله ولا ايه؟ اسمه ارش باين. اهي اهو. حلو بره، وكله كده كده هرفعه دلوقتي. تمام، وبعد كده هيبقى lecture video record link. ماشي، بس اكيد انا لسه ما رفعتهوش، انا بس عشان ما انساش هبقى اعمل له edit. تمام، طب الحاجات اللي انا عملتها كلها هعمل لها upload اهي، اللي هي كل الاسيتس، ما تعملوش نفس الديزاينز لو سمحت. هو مش بيأبلود ليه؟ ماشي بوست. طب هبقى اشوف ليه مش بيأبلود، يحلها حلال. حلو كده. احنا هنعمل ايه الناس واحنا بنعمل؟ هنكريت الاساينمنتس بتاعت النهارده. اوكي. lecture assignment. ماشي اهو. create your own wireframe. اهي landing page، ومش حاجة فظيعة، هي low fidelity. طبعا احنا بننزل البرنامج نعم. ننزل البرنامج حاضر، بننزل البرنامج منين؟ الفيجما. fidelity. في حاجة أنا كاتباها ليه غلط؟
فيها ايه ضربة مني يعني. ماشي. تمام. from any website. تمام. داونلود فيجما. داونلود جو فول بيج on full screen. تمام. نبص بقى الناس اللي عايزة تاني ننزل فيجما. احنا بننزل فيجما ازاي؟ انا كده كده حطاها اهو. دخلت على الويب سايت بتاع فيجما داونلود وانا واقفة عليه. لو انا مش هشتغل اونلاين، لو انا هشتغل لوكال، هو ينفع تشتغل اونلاين؟ ماشي اهو. لو دوست هنا اصلا هيوديك على صفحة الديزاينز بتاعتي. يعني وانا ينفع اشتغل من غير ما انزله؟ امال ما يجراش حاجة خالص اهي. لكن انا لو عايزة اشتغل لوكال انا ببقى ساعات مقلقة من البراوزر، خصوصا لما بعمل ريكورد اهو. داونلود ان ويندوز. ماشي. الموبايل فيور اونلي. لو حد عايز ينزل في الموبايل هو فيور اونلي، بيتفرج برضه ما يجراش حاجة اهو. وادي الشكل بتاعنا من الفيجما داونلود. طب السكرين شوت بتاع جو فول بيج اللينك بتاعها كان ايه يا ولاد؟ حالا حالا حالا. نعم. جو فول بيج هحط لك برضو اللينك بتاعه للناس اللي كانت عايزاه عشان يبقى معانا، بس ده من كروم، انا مش منزلاه على فايرفوكس. حلو كده. تمام. والفايرفوكس has screen شوت داون. اللي ما يلاقيش في الفايرفوكس يعمل ايه؟ في الفايرفوكس ان ساعات الحاجات دي بتبقى هيدن مخفيه. لو وقفت كده من هنا هتلاقي في حاجه باين اسمها اهي مور تولز، شايفين؟ بيطلع لك الاكستنشنز والتولز هنا. او في حاجه تانية لو انا فاكره صح في السيتنج، باين لا مش في السيتنج. فين يا كتاكيت؟ استنى، بسم الله الرحمن الرحيم. انا رحت اهي، بص الصفحه اللي اسمها ايه اكستنشن فور ديفلوبر اهي. جو فول بيج عنده برضه. هتلاقيها موجودة، بصوا. ب- اهي. دي بتنزل زيها. يعني هتلاقيهم برضو هنا في الدعابيس بتاعت الفايرفوكس، مش فاكراها اللي كان بيحطها هنا اونلاين، بس في حاجة كده في الفايرفوكس في الهيستوري بيعرف يجيب دول لو مش باينين عندكم، بصوا عليه. اهي. دي الحاجات بتاعتنا كلها، يا رب يعرف يعمل ابلود. اهي. ماشي. ادي ارش واحنا واقفين. دي الاسيتس بتاعت النهارده اللي انا اشتغلتها. هحط بس الصفحتين عشان اللي عايز يبقى شايفهم. ممكن بس نجرب نعمل شوية ريكتانجلز أو شوية حاجة عشان تبقى الحاجة موجودة. الديو ديت زي ما احنا متعودين قبلينا بيوم. يعني إن شاء الله هيبقى يوم الجمعة الساعة 12 بالليل. هي. ماشي. أو عارفنا يعني. كده المفروض كل حاجة اوريدي نزلت عنده. نايس. في حد عنده حاجة مستك فيها أعيدها تاني قبل ما أوقف الريكورد؟ قبل ما أجربه. ماشي. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. نجرب بقى كده نوقف.